بتبدأ حكايتنا بشخص واصل لأعلى مستويات القوة وعنده مهارات قتالية مش عند أي حد تاني في العالم، عبارة عن خبير قتالي قوته مساوية ل10,000 محارب، الملقب بسيف ضوء القمر وقائد طائفة الجيل الرابع من الطوائف الشيطانية دونج فانج دوباي. في العالم اللي موجود فيه اتعرف عن قوته إنها بتشق الجبال وبتقطع المحيط، واللي كان بيتقال ساعتها ما كانش مبالغة أو استعارة، دي كانت الحقيقة فعلا وقتها. ولكن في يوم من الأيام لما كان خلاص على وشك إنه يوحد العالم ويخليه كله تحت سيطرته على طريقة جينكيز خان، انصدم بهجوم مفاجئ واسع النطاق لتحالف الطوائف الأرثوذكسية المتمردة على حكمه الشرير. ودي كانت خدعة من خدع الحرب، لأن جيشه كله أرسله على حدود عدوه الأخير علشان يجبره على الاستسلام، وهو اللي فضل لوحده ضد عشرات الآلاف من المحاربين اللي تجمعوا ضده من الطوائف الأرثوذكسية المتمردة. وفي لحظة من لحظات الغدر بيظهر واحد من طائفة جبل هواه وبيطعنه بسيفه، ولكن اللي عند دلوقتي لسه ما يئسش وبيبتسم في وشهم كلهم وكأن مفيش أي حاجة حصلت. ورغم إنه كان وحيد إلا إنهم واجهوا صعوبة كبيرة جدا علشان يتعاملوا معاه، ولكن هي دي الحرب ولازم تكون ذكي فيها علشان تقدر تكمل. وبعد معاناة طويلة من القتال بيتوقف قدام المتبقي من الأعداء، واللي عند دلوقتي لسه بيبتسم وبكل فخر بيقول لهم ما عداش وقت طويل على ركوعكم تحت رجلي لما كانت قوتي البالغة 100,000 محارب حواليا، ودلوقتي بعد ما قوتي راحت لآخر مهمة علشان يوحدوا العالم أظهرتم حقيقتكم يا طوائف الأرثوذكسية المتمردة. ومن هنا بيقف على رجله من تاني وبيشيل السيف اللي انغرز من جسمه علشان يفقدهم الأمل اللي اكتسبوه بعد ما أخيرا خلاص قالوا إنهم هزموه. لكن للأسف بيقف قدامهم شامخ وكأنه شاب مش عجوز عنده 80 سنة، والصدمة الأكبر إن أشهر السيوف في العالم واللي كان مغروس في جسمه على أساس إنه يخلص عليه بيختفي في لمح البصر وكأنه بيدوب من قوته. وفي اللحظة دي بيظهر واحد من طائفة جبل هواه واللي بيكون الطالب الأول واللي اسمه تيان، وبيقول لهم اسمحوا لي إن أقطع راس الشيطان ده بإيدي. لكن أتباعه بيكونوا قلقانين عليه لأن إصاباته الداخلية كبيرة جدا، ده غير كمان سيفه المحبوب اللي خسره من شوية. لكن تيان ما بيهموش لأن تقنيات السيف بتاعته مش مقتصرة على السلاح فقط. بيقف قدامه بيقول له انت قتلت كتير جدا من المحاربين بشتى الطرق، وعلشان كده انا مش هسيبك تعيش معانا على ارض واحده انت وطائفتك الشيطانيه اللي جلبت الفوضى للعالم كله. في اللحظه دي بيبص له دونج وبيضحك عليه كانه بيستهزأ بيه، وفجاه بقوه محدش كان يتخيلها وبضغط رهيب محدش قادر يستحمله بتنتشر الهاله اللي بتكون عباره عن صوت في المكان بالكامل وكانها لعنه بتصيب كل اللي بيسمعها، لدرجه ان ودان كل شخص منهم بتطلع دم وجسمهم كله بيعاني من الالم الفظيع. والسبيل الوحيد علشان يتخلصوا من الالم ده هو انهم بيقتلوا نفسهم علشان يهربوا من المعاناه. في الوقت ده بيحصل مشهد دموي مستحيل تشوفه او شفته قبل كده. في لحظات بيكون الجميع مرمي قدامه بلا اي حركه، وحتى التلميذ الاول لطائفه جبل هواه اللي كان بيتباهى ومتاكد انه هيقتله هو الوحيد اللي نجا منهم، الا انه مش قادر يحرك عضو واحد بس من جسمه ولا حتى صباع. بيقرب منه فانج وبيقول له انت عارف ليه انت الوحيد اللي سبتك تعيش؟ ما بيرضاش يرد عليه تيان، فبيفعل عليه تقنيه وبيخليه يتكلم غصب عنه، ولكنه بيقول له مش هتقدر تحط ايدك على اعظم الاسرار لطائفتنا. لكن للاسف كان غلطان لان فانج ما عملش ده كله علشان الاسرار السخيفه بتاعتهم. كل الحكايه ان تيان عجبه، او بمعنى صح ملامح وشه وشكله عجبوه، وفي النهايه بيفعل عليه التقنيه هو كمان علشان يحصل له زي زملائه بالضبط. في اللحظات دي بيتذكر مدى قوه رعب فانج وانه ما قدرش حتى يوصل لاطراف صوابعه من قوته المرعبه، وبيتذكر كمان زوجته وطفله اللي على وشك ان هو يجي للعالم ونيته في تعليمه الفنون القتاليه علشان لما يكبر يقدر يعيد بناء طائفته العظيمه اللي دمرها فانج. ولكن للاسف ده كان حلم بعيد المنال على انه يتحقق لانه خلاص على وشك انه يودع العالم هو كمان. ولكن في لحظاته الاخيره بينصدم لما بيلاقي فانج ماسك سيفه وبيموت نفسه بيه. ومن هنا اللي كان معروف بالمنيع في الشرق وزعيم طائفه الشر مات على ايد المحارب تيان ابن طائفه جبل هواه. ومن بعدها انتشرت الشائعات بسرعه كبيره جدا في العالم كله بموت قائد طائفه الشر اللي جلب الاستقرار للمرم، وتغيرات عظيمه جدا حصلت للعالم كله من بعدها، وكأن العالم اتحول من الظلام للنور. بننتقل بعدها لعند شاب من غير هدوم يعني بلبوس ومقيد من اطراف الاربعه، بيسمع عجوز جنبه بيقول له ده المتوقع منك انك تخاف وانت في الوضع ده. من زمان الابن بيحمل الجينات والده من شعره وملمس جلده ومحدش يقدر يختلف على ده، وبسبب ان خسرت عضو مهم جدا مني في الحرب فانا قررت ان انا اقطع لك الجزء الاكثر اهميه بالنسبه ليك كانسان علشان فقط ارض فضولي. في اللحظه دي الشاب بيتصدم من العبط اللي بيحصل واللي هيحصل كمان شويه، لان الراجل عايز يقطع له اهم عضو في جسمه ويبقى زيه كده علشان يرضيه. بس بيقف قدامه بخنجر غير طبيعي وبيقول له لازم تفكر في مستقبلك من دلوقتي لانك هتكون زيي. مستقبل اللي يفكر فيه بعد اللي انت هتعمله ده؟ وهوب بتاتي اللحظه المنتظره وبيتم قطع الشاب ده من احلامه علشان نعرف بعد ده كله ان هو كان في حلم. بيصحى اول حاجه بيدور عليها الجزء اللي كان هينقطع في الحلم، والغريب ان الحلم ده بيتكرر معاه كتير خلال الاربع ايام اللي فاتوا، وبيفتكر ان الفنانين
المعلمين القتاليين بيتعلموا المهارات السريه والمطلقه في احلامهم، لكن ليه هو الوحيد اللي بيحلم بالاحلام الغريبه دي؟ وبالمناسبه الطفل ده اسمه لينج جيونج ابن تيان، الابن الاول لطائفه جبل هوا، وهنسميه لينج او جيونج. بيصحى المعلم اللي جنبه وبيوبخه لانه مش عارف ينام ولا عارف ينوم اللي جنبه، واللي بالمناسبه اسمه جي سيونج، والطالب الاكبر لطائفه جبل هوا او المعلم بتاعهم. بيعتذر منه لينج وبيقول له ده كان مجرد كابوس مش اكتر، فبيقول له انا ما يهمنيش اي كوابيس انت بتحلم بيها، اسمع صوتك تاني هرميك بره وهتقضي بقيه ليلتك بكوابيسك في التلج بره. وفجاه كده لينج بيسمع صوت من خياله وكانه حد بيكلمه، وبيقول له مين يصدق ان العاجز ده ابن البطل العظيم. بينام بعدها لينج وهو مستغرب ان مفيش ولا واحد من الطلاب نايم بهدوء، لان المعلم بيعاتبه هو فقط دونا عن باقي زملائه. وفي النهايه بنعرف ان عيد ميلاده بيصادف اليوم الجديد، وفي اليوم اللي بعده بيصحى المعلم وبيصحي باقي الطلاب بعفويه. وعلى الرغم من ان لينج صحي فعلا وخلص اللي وراه، لان المعلم بيزعق له تاني علشان تاخر ثانيه. وحرفيا بقيه التلاميذ بيكون ملاحظين المعامله المبالغ فيها اللي بيعملها المعلم للينج، لكن من بين التلاميذ كلها بيظهر التلميذ الاكبر تشيونج وبيقول له ما تزعلش لان اكيد المعلم بيعمل ده لمصلحتك. وبيبان هنا ان لينج بيحبه زي باقي التلاميذ، لان رغم مهارته الكبيره ما بين التلاميذ كلهم فهو كمان عطوف على باقي التلاميذ، ولكن مع ده كله بيغار من قوته وبيتمنى لو كان بموهبه زيه. بيقطع المعلم تفكيره وبيساله عن الكابوس اللي شافه امبارح، او بمعنى اصح عن الكوابيس اللي شافها الايام اللي فاتت. ساعتها لينج بيكون متردد انه يقول له لان دي فعلا حاجه ما تتقالش، وان تجرأ اساسا وقالها له هيتريق عليه. ولما بيلاقي المعلم ساكت بيلف وشه وبيمشي من قدامه. وفي ساحه التدريب المعلم بيفكر في الطوائف التسعه الباقيه اللي اجتمعت كلها وكانهم شر جديد، وموقفهم مع طائفه جبل هوا لما اصبحت على شفير الانهيار بعد الحرب النهائيه مع امبراطور الشر، علشان نعرف بعدها ان ده هو السبب اللي بيخليه يعامل لينج بالطريقه القاسيه دي، لان هو امل طائفتهم المستقبلي. وبعد ما بيجتمع كل التلاميذ بيبلغهم المعلم بان المباريات اللي بعد الظهر هتتلغي النهارده، ولكن النتيجه لده بكره هيزيد عدد القتالات. اما النهارده بقى فهيتدربوا على فنون الانسجام السته وتقنيه صقل الطاقه الداخليه اللي هي التقنيه الاساسيه للطائفه. وهنا بيظهر اتنين من التلاميذ مش عاجبهم الوضع ولا التدريبات، فبيظهر المعلم وبيقول لاول واحد فيهم لو مش عاجبك فتقدر تروح تنظف ارضيه التدريب لبكره. فبيغير رايه في ثانيه وبيقول له لا ده انا هبذل كل جهد في التدريب. اما التاني لسه هيبص له ويكلمه فبيلاقيه قاعد بيتدرب وبيقول له انا بدات انظم انفاسي، لكن المعلم يسيبه لا والله ما يحصل. بيروح له وبيشبهه بالقرد بسبب طريقه تنفسه وطريقه تدريبه، وعلشان كده بيطلع على الحلبه بنفسه علشان يوريهم طريقه التدريب لاخر مره. وفعلا كلهم بيبداوا في التدريب والانسجام علشان يقدروا يكونوا طاقتهم الداخليه. واول واحد المعلم بيلاحظ موهبته هو تشيونج، وبيلاحظ مدى مثاليته في تدوير طاقته الداخليه والسيطره عليها. اما الباقي فما يستحقوش ان هو يبص لهم اساسا، لكن رغم الجهد المبذول منهم المفروض يكونوا في المرتبه الثانيه لفنون القتال دلوقتي. ولكن للاسف الطائفه اللي كانت اكبر الطوائف ما عندهاش مواهب كتير. لكن في اللحظه دي بينصدم حرفيا هو وباقي التلاميذ من لينج لما بيفتحوا عينيهم وبيلاقوا كميه الهاله الغير طبيعيه اللي بتحوط جسمه، ده غير كمان نواه طاقته الداخليه الكبيره جدا على غير المتوقع لشخص لسه بيتدرب على الاساسيات. ولكن مش دي الحاجه الوحيده الغريبه فيه، لان لما بيفتح عينه بنلاحظ كميه الهدوء والبرود الغير طبيعي في عينه. لكن في اللحظه دي المعلم بيصرخ عليه وكانه بيفوقه، وفعلا لينج بيرجع لطبيعته. ولكن الغريب انه مستغرب اللي بيحصل وليه اساسا زمايله مجتمعين حوالينه وكل واحد فيهم مندهش ومش مصدق اللي حصل دلوقتي. واحد منهم بيكلمه وهو مندهش وبيقول له ازاي نفذت فنون الانسجام السته بالاحترافيه دي، لكن صاحبنا على الله خالص ومش متاكد اساسا ان هو كان قاعد هنا. بيظهر المعلم من وراه وبيضرب التلميذ على وشه، ولسبب غير معروف بيفضل يزعق فيهم كلهم لانهم مستهونين بفنون الانسجام السته، ومع ذلك مفيش اي حد منهم قادر ان هو ينفذه بالشكل المطلوب. وبعد شويه الواد اللي خد القلم على وشه بيلم حاجته علشان يروح، ما هو اكيد مش علشان معلم يفضل يضرب فيه زي ما هو عايز، لكن زملائه بيقدروا يقنعوه لانه بيته بعيد جدا عن الاكاديميه، ولو طلع من هنا مش هيقدر يوصل له في يوم وليله، وهو اساسا متنيل على عينه مش قادر يمشي وممكن يقابل اي قطاع طرق في الطريق. لكن الوحيد اللي بيكون فاهم المعلم كويس هو تشيونج اكبر التلاميذ، وفاهم ان هو بيكره كلمه احترافيه بمعنى انه مش عايز اي حد يكون زيه. والكلام طبعا بينطبق على لينج، ولكن ده طبعا ما يمنعش ان لينج كان مذهل جدا وهو بينفذ التقنيه، لكن للاسف هو مش فاكر اي حاجه، وده بيخلي اخواته التلاميذ متعصبين عليه لانهم مفكرين ومش عايز يقول لهم على الطريقه، وهو في الحقيقه ما بيكذبش لانه فقد وعيه اثناء التدريب على التنفس ومن بعدها ما عرفش ايه اللي حصل بالضبط. ولكن قبل ما يرجع لطبيعته شاف حاجه في ذاكرته لكنه ما يعرفش المنصب اللي كان فيه ولا حتى السبب اللي يخليه يقعد على كرسي زي ده. لكن الحاجه الوحيده اللي متاكد منها هو ان الشخص ده هو نفسه، وشاف كمان نفسه وهو قدام جيش
كبير جدا لا يعد ولا يحصى، وبيهتفوا بتوحيد جيانج هوا. بننتقل بعدها لعند قاعة رئيس طائفة جبل هوا سيوم، وهو بيمدح في المعلم لانه انقذ لينج النهارده من انحراف لتشي على اخر ثانية، لانه لو كان تأخر لحظات فقط كان لينج حصلت له مشكلة فعلا، لان مركز الطاقة عند اي شخص ليه حدود، ولو المركز وصل لحدوده بسرعة فهينكسر، وبالتالي الطاقة الداخلية هتخرج عن السيطرة وهيحصل ما يسمى بانحراف لتشي او الكي، وده اخطر حاجة ممكن تحصل للفنان القتالي. لكن السؤال المهم هنا هو ازاي شخص لسه بيتدرب على اساسيات تقنيات الصقل يوصل للمستوى اللي يخليه يقع في مشكلة انحراف لتشي؟ مستوى ممكن تقارنه بقائد الطائفة، او بمعنى اصح مستوى بيكون عندها مركز الطاقة شبه الهوية بالضبط، وساعتها مستحيل الطاقة الداخلية تملي مركز الطاقة، وصعب جدا انه يحصل له انحراف لتشي. لكن لينج للاسف ولد بمركز طاقة صغير جدا، وعلشان كده مستحيل ان احنا نقارنه بفنان قتالي او خبير قتالي. ولكن تحقيق شخص زيه انجاز كبير زي ده النهارده ده معناه انه بيخفي سر وراه. في اللحظه دي العجوز بيتوتر لانه وصل لاستنتاج في راسه، لكنه بيخفي لنفسه، ما بيرضاش يقوله قدام المعلم لانه قطع وعد مع ام لينج بانه يحميه من الطوائف الشيطانيه مهما كلفه الامر. لكن الاهم لما هو يموت ايه اللي هيحصل ليه من بعده، لان بالضعف اللي هو فيه لو استمر في عالم المرم هيموت في لحظات من قبل الطوائف التسعه الكبيره المتحده، ده بخلاف اساسا الطوائف الشيطانيه كمان. علشان كده لازم يعملوا حاجه بدل ما يشوفوه وهو بيموت قدامهم، لان اكيد في عالم موجود بيناسبه اكتر من عالم الفنون القتاليه، واللي هيتولى المهمه دي هو المعلم نفسه، ولازم يقنعه ان هو يسيب عالم الفنون القتاليه نهائيا. وفي اليوم اللي بعده والموافق يوم التقييم الشامل اللي بيقام كل عام مره، وفي اليوم ده بيتم اختبار الطلاب لمهارتهم كلها، وقبل رحيل التلاميذ بيوقف لينج من بينهم كلهم، وفي القاعه قبل ما يتكلم معاه بيفتكر ذكرياته لما شاف ابوه البطل لاول مره في صغره. وعلى الرغم من انه كان رايح لساحه المعركه علشان يتخلص من اقوى تهديد في العالم، الا انه كان بيبتسم، وساعتها تيان كان مشهور بمدى قوته ومهابته. لكن دلوقتي ازاي ابنه يولد بمركز طاقه صغير جدا؟ في نفس الوقت ده الواد يا عيني قدام المعلم مفكر انه مستدعيه هنا علشان يعلمه تقنيه سريه علشان ينجح بيها في التقييم الشامل، لكن المعلم بيفاجئه وبيعرفه ان السبب الوحيد اللي مدخله الاكاديميه هو ابوه مش اكتر. ومن هنا لينج بياخدها فرصه وبيفضل يزعق للمعلم على كل حاجه عملها فيه، لكن المعلم بيهديه لانه لسه ما كملش كلامه، وبيعرفه بانه اذكى من البقيه لانه بيتذكر اي حاجه بيقراها لمره واحده بس. لكن بالنسبه للمواهب القتاليه فهي مش كبيره عنده، علشان كده بينصحه انه يترك عالم الفنون القتاليه نهائيا ويدور له على حاجه تناسبه اكتر، مثلا يكون محاسب مثلا. ومن هنا بيفهم لينج من الكلام ده كله ان المعلم ما كانش بيكرهه، وعلشان كده بيعكس كل توقعات المعلم وبيقول له انا هدخل اختبار التقييم وهتبع طريق والدي علشان ارجع طائفه جبل هوا مره تانية. المعلم لما بيشوف مدى اصرار لينج ما بيقدرش يتكلم وبيقول له اعمل اللي انت عايزه لانك عنيد ومش هتسمع الكلام. ومن هنا بيفهم ان ده البطل اللي بيحبه واللي بيحترمه لسه بيتدفق في عروق ابنه. بنروح بعدها لساحه المعركه واللي بدايه التقييم الشامل. بيلاحظ العجوز ان لينج لسه موجود في ساحه المعركه وان المعلم فشل في اقناعه بالمغادره، وفي النهايه العجوز بيقبل بالامر الواقع وبيقبل بعديم الموهبه بانه يكون موجود في الطائفه، لان موهبته الضعيفه ظهرت قبل حتى ما يتولد وهو في بطن امه، على الرغم من ان امه هي امبراطوره زهره البركوك واللي اسمها ييرن، واللي كانت موهوبه جدا وكانت تقدر تخدع 1000 رجل بفن سيافتها، ده غير جمالها اللي من مستوى تاني خالص. ولكن بسبب دونج فانج ماتت قبل ما لينج يتم ولادته بشكل طبيعي. بنرجع تاني للمعلم وهو بينادى على اسماء التلاميذ اللي هيتقدموا للتقييم الاول، واولهم تشيونج. ولان التقييم بيبدا بالطلاب اصحاب المهارات العليا فلينج ما بيكونش من بينهم اكيد. في نفس الوقت ده العجوز لسه بيفكر في لينج لان رغم افتقاره للموهبه الا ان الدم اللي بيجري في عروقه دم الشخص اللي حمل عالم، وعلشان كده كانت الطوائف بتتسابق عليه ومش مصدقين ان طائفه صغيره من الدرجه الثالثه هتاخده وتربيه اللي هي طائفه جبل هواء الجديده. وبما ان العجوز مش عايز يجلب العار لاسم اخوه وزوجته اللي هو تيان وزوجته ييرن من خلال ابن عديم الموهبه ويسمح له بانه يحصل له انحراف لتشي وهو في العمر ده، فبينزل على الحلبه بنفسه علشان ينده على الاسماء المتقدمه او الباقيه. وهنا بيفهم المعلم ان اخر واحد هينده عليه ان العجوز نازل علشان ينده على شخص واحد فقط، وفعلا بينده على اخر واحد من المتقدمين في الجوله الاولى وهو لينج، مع ان الجوله الاولى لاصحاب المهارات العليا، وحرفيا بينصدم كل اللي حواليه حتى هو. بنفهم بعدها سبب اختياره من العجوز، لان العجوز عنده اعتقاد بان الشخص يقدر يوصل لقوته الحقيقيه لما يكون على حافه الموت زي والد تيان بالضبط
اللي قدر يستعيد اقوى تقنية عنده في اخر لحظات حياته وينهي بيها اعظم شر في العالم، ويا عيني ما يعرفوش اللي حصل وقتها. المهم بنرجع لساحة المعركة مرة تانية، والمنافس اللي هيكون قدام لينج هو تشيونج نفسه، اقوى تلميذ في الطائفة، وصدمته بتكون بنفس صدمة بقية التلاميذ بالضبط، لان المباراة بالنسبة لهم كلهم غير عادلة تماما. ومن هنا بيفهم المعلم ان العجوز عايز يخلي لينج يشعر بالاحباط علشان يسيب عالم الفنون القتالية بارادته، وفعلا لينج بيكون فاهم ومدرك بانه هيخسر اساسا، وعلشان كده مفيش مانع ان هو يجرب ويضربه حتى لو ضربة واحدة قبل ما يخسر. ولكن في الجانب التاني تشيونج متعصب جدا وكراهيته بتبان بشكل غير طبيعي باتجاه لينج، لانه مفكره بيخفي سر او خطة سرية من وراه. وفي لحظة بداية المعركة بيبدأ يطلع كل كراهيته باتجاه لينج، بما انه ابن البطل العظيم وهو مجرد ابن مزارع، فاكيد المعلم اعطاله خطة سرية او تقنية سرية. لما بيقعدوا مع بعض كراهيته دي بتزيد غضبه اتجاه لينج اكتر واكتر، وبيهجم عليه بكل قوته. بيقدر لينج يتفادى ضربته، لكن للاسف الضربة ما وقفتش لعند هنا، وبينزل تشيونج فوقه بلكمات ورا لكمات، ولينج كل اللي بيعمله بيصد الضربات لكنها بتأثر فيه بشكل كبير. وخلال كل الضرب ده تشيونج بيفكر في مدى كرهه للينج في كل مرة بيشوفه فيها في الطائفة، وعلى الرغم من كل ده كان مستحمله في الطائفة بالعافية، وكأنه بيذكره بالحقير اللي أجر قاتل علشان يقتل والديه، لأن الحقير ده كان غني زي والد تيان بالضبط. بيضربه ضربة في بطنه بيطيره لعند آخر الحلبة، ومن بعدها بيطير فوقه علشان يخلص عليه. ساعتها العجوز والمعلم بيلاحظوا نية القتل المتوجهة ناحية لينج من تشيونج، وكأن تشيونج ده في قتال ضد عدو حقيقي. بياخد لينج الضربة من غير حتى ما يرفع ايده علشان يصدها، وحرفيا بيطير قدامه من قوة الضربة. بينزل المعلم وهو متعصب من تشيونج، لكنه بكل برود بيقول له انا ما عملتش حاجة غير اساسيات المبارزة فقط. بيتعصب عليه المعلم، لكن للاسف ما بيقدرش يقول له اي حاجة لان لينج جنبه بيطلع في الروح تقريبا، وبيصرخ بعدها على باقي التلاميذ وبيقول لهم هاتوا لي حبة العلاج فورا. بياخدها منهم علشان ياكلها للينج بسرعة، لكن في اللحظة دي لينج بيفتح عينه وبيقول له انت بتعمل ايه؟ وحرفيا لينج نظرته متغيرة تماما وكأنها مليانة بالعظمة، مش طفل بس عنده 12 سنة نهائيا. بيبدأ يتذكر ماضيه لما كان ملقب بسيف ضوء القمر المنيع ومحدش كان قادر يقف قدامه، لكن دلوقتي مش فاهم ايه سبب ان هو مرمي على الارض كده، ومين اساسا اللي شبه الغوريلا اللي قاعد قدامه ده. بيقوم يقعد وبيقول له انت مين يا عم انت؟ لان انا مش فاكر اني شفتك قبل كده. ورغم ان المعلم عايز يضربه على راسه علشان يرجع له ذاكرته لانه شكله كده فقدها، الا انه بيعرف لينج انه اغمى عليه لما تلقى الضربه من زميله تشيونج. في اللحظه دي لينج ما بيصدقش ازاي اساسا ينضرب ومحدش في العالم كله قدر يعملها، وكأن لينج الحقيقي اختفى وظهر بداله دونج فانج باي. وفي لحظه لما المعلم بيندهله باسمه بيتذكر ذكريات لينج بالكامل من ساعه ما اتولد لعند اللحظه اللي هو فيها حاليا، ومن كثره الذكريات اللي بتظهر في دماغه مره واحده بيكون مصدوم حرفيا. والصدمه الاكبر لما بيعرف ان مش هو تيان اللي كان فاهم ان هو هينتقل لجسمه، لكنه انتقل لجسم ابنه. بيقطع تفكيره المعلم وبيقول له انت خسرت المباراه وعلشان كده غادر الحلبه بما انك فقت. بيضحك لينج ضحكه شريره وبيقول له مين اللي انت بتقول عليه خسر؟ ومن بعدها بيقوم مره تانية على الحلبه بسرعه وبرشاقه كبيره جدا، لدرجه ان المعلم بينصدم من السرعه اللي بيتحرك بيها، ده غير الطريقه اللي بيتكلم بيها كانه شخص بالغ. بيتقدم تشيونج وبيعتذر له على فقدانه للسيطره على قوته علشان يغيظه، وعلى عكس ما كان متوقع لينج بيتقبل اعتذاره وبكل برود. هو كمان بيقول له ما تخافش لان مفيش اي ضربه من ضرباتك اثرت فيا. ومن هنا بيتعصب تشيونج اكتر. بيكمل لينج اغاظه فيه وبيقول له ليه ما تستخدمش الفن القتالي اللي انت بتخفيه عننا كلنا. في اللحظه دي بينصدم تشيونج، ده غير كمان ان المعلم واقف قدامه. فبيقول له لينج بعدها قدام الكل ان هو بيخفي تقنيه جوهر قبضه جبل هوا. في اللحظه دي بيتعصب المعلم عليه لان التقنيه دي ما حدش بيتعلمها الا باذن منه شخصيا، لان جبل هوا مشهوره بتقنيات السيف، ولكن قبل ما تتعلم تقنيات السيف او فن السيافه لازم تتعلم جوهر قبضه هوا الاول. ولكن التقنيه بيتم تعليمها للاشخاص المسموح ليهم فقط من قبل المعلمين نفسهم، اما تشيونج محدش سمح له ان هو يستعملها. فبيألف تشيونج اي حاجه وبيقول للمعلم انا شفتك وانت بتعملها بالصدفه بالليل وتعلمتها منك. وخلاص المعلم على وشك انه يضربه علشان الكلام ده ما بيدخلش عليه، لكن العجوز بينزل على الحلبه وبيمنحه الاذن بنفسه علشان يستعمل التقنيه. بيحاول المعلم يعترض لكن العجوز ما بيسمحش وبيقول له غادر الحلبه دلوقتي لانك بتقاطع التدريب. بيطمنه لينج وبيقول له ما تقلقش وانزل انت من على الحلبه دلوقتي وانا هنهي المباراه بسرعه. حرفيا الاتنين دول بينصدموا وبيقولوا العبيط ده بيقول ايه؟ ده لسه واكل ضربه من شويه. وبنرجع للمباراه تاني لكن الوضع بيكون مختلف تماما مع لينج. بيهجم عليه تشيونج المره دي بسرعه كبيره وبيختفي من قدامه، ولكن ده كله ما بيمشيش على لينج لانه عارف كل الخطوات اللي تشيونج هيعملها. بيظهر تشيونج فوق وبكامل قوته بيهجم عليه، ولكن لينج
لينج بيتفاداها بكل سهوله وكانه دبانه ماشيه من جنبه، بيلف له وشه علشان يتصدم، لكن للاسف الصدمه الحقيقيه جايه في الطريق. بيقرب منه لينج بسرعه، بيديله واحده في الحته الفاضيه وبيكسر له اعز ما يملك، ورغم انه مرمي على الارض ومش قادر يتحرك الا انه لسه بيتكلم وبيغرد زي البغبغان. بيستحمل وبيقف تاني بسبب كرامته اللي وقعت في الارض، وبيفضل يهجم على لينج وهو بيقول له انا اكثر واحد موهبه في طائفه جبل هوا. لكن للاسف ولا هجمه منهم بتحصل لينج. في الاخر بيمسكه من ايده وبيتريق عليه وبيعمل نفس تعبيرات وشه وبيقول له انا الاكثر موهبه في اعاده تشكيل الطائفه، مش كده برضه؟ طب خد دي بقى يا الاكثر موهبه في الطائفه كلها. وحرفيا كل اللي واقف بره مصدوم، تحسهم بيحلموا. بيتعصب تشيونج اكتر وبيقول له ازاي تتجرأ انك تنافسني، فبيقول له معلش كنت بحاول اسيطر على قوته بس اعمل ايه ما قدرتش. بيقف تشيونج تاني في كامل عصبيته بعد ما خلاص نال كفايته منه وبيتحول لشخص تاني نهائيا. وفجأة بتظهر اوراق زهرة البرقوق في المكان بالكامل، ده غير كمان الرائحة اللي بتطغى على المكان بالكامل، وده نتيجة لان تشيونج بدأ يستخدم جوهر قبضة هوا، وغير اللي احنا متعودين عليها تماما. طاقته الداخلية وحتى الهالة اللي حوالينه بيتغير لونها الاحمر. وبيقول لينج بعدها استعد كويس لان هقتلك المرة دي فعلا، ولو راجل صدها او تجنبها حتى. بنكمل مع لينج اللي بيفكر يتفادى الضربة ولا يصدها، لانه لو كان جسمه الاصلي كان قتله من غير حتى ما يلمسه ومحدش يسألني ازاي، لكن الوقت ما يعرفش امكانياته الجديدة في الجسم ده. وفعلا بيهجم عليه تشيونج بكل قوته، ولينج بيقرر يقف ويصد الهجوم فعلا، لدرجة ان المعلم بيتصدم لان لينج بالنسبة له ضعيف ومش هيقدر يصدها ولسه هيتحرك من مكانه ويروح يساعده. العجوز بيوقفه وبيقول له الزم مكانك وما تتحركش وما تقلقش لانه مش هيتأذى. في اللحظة دي بيكون تشيونج وصل لعند لينج وخلاص جمع كل قوته علشان يخلص المباراة، لكن للاسف القوة دي بتنقلب ضده، وهي ضربة واحدة بس من لينج بتخلص المباراة كلها، وبتفقد امل كل اللي كانوا بيتفرجوا وخلاص كانوا متوقعين ان تشيونج هو اللي هيكسب. لكن للاسف لينج بيطلع عكس التوقعات نهائيا وبيخلص المباراة في ضربة واحدة بس. ومن بعدها بيفهم تشيونج ان تقنيته مش قادر يظهر منها غير 30% بس بالكتير قوي من قوتها. بيزعق له تشيونج بعدها وبيقول له انت ايش عرفك؟ في اللحظة دي لينج بيصدم الكل حرفيا وبيظهر لهم الاتقان الكامل لتقنية قبضة هوا، والمرة دي بتكون مختلفة تماما لان الظهور بتكون اكتر بكتير جدا من المرة اللي تشيونج اظهر فيها التقنية. بينصدم هو كمان وبيقول له انت امتى اتعلمتها؟ فبيقول له لينج بعدها مش فاكر، بس انا عندي 80 سنة فمش عارف كم فن قتالي بالضبط اتقنته. وبما ان القتال ده طول اكتر من اللازم فبيتحرك لينج علشان يخلصه. في اللحظة دي تشيونج بيقرر يظهر كل قوته علشان يصد ضربته، بما انه عارف كويس التقنية اللي لينج بيهجم بيها فاكيد هيعرف يوقفها. وفعلا بيكون واثق من نفسه وبيجمع كل قوته في قبضته وبيقول له تعالى بكل قوتك وانا هصدك. في اللحظة دي بتظهر اوراق زهرة البرقوق قدام لينج بكميات كبيرة جدا، ولما تشيونج بيفتح عينه ما بيلاقيش لينج قدامه، وبسرعة بيفهم ان استخدامه لاوراق زهرة البرقوق علشان يخدعه، وبيفضل يفكر كتير. لكن للاسف التفكير الكتير ده وحش علشانه لان لينج بيكون وراه وبيعطيله ضربة خارقة حرفيا بيكسر له بيه القفص الصدري. اما بقية الاصدقاء تقريبا نسيوا يقفلوا بقهم من كتر الصدمة، اما دول بقى لا دول قافلين بقهم نعديهم. ولما المباراة بتخلص اصدقائه بيتلموا حواليه وبيسألوه عن المهارة اللي اظهرها دلوقتي، لكنه بيقول لهم جت معايا بالصدفة. وحرفيا ولا واحد منهم بيصدقوا ومفكرينه بيستخف بعقولهم، وعلشان قوته زادت بيتكبر عليهم. لكن لينج بيكون تفكيره في حتة تانية لان اللي عندي دلوقتي لسه مصدوم في انه في جسم غير جسم تيان اللي كان مخطط ينتقل ليه، وازاي اساسا يكون ملك الشر دونج فانج دوباي ويغلط غلطة زي دي. في العالم ده في فن اسمه فن الاستحواذ، وده الفنج اللي دونج فانج استخدمه قدام تيان قبل ما يموت علشان ينقل شخصيته لعند تيان، وده فن اسطوري مش اي حد يقدر يعمله. علشان نعرف بعدها الحقيقة الكاملة قبل 14 سنة قبل ما دونج ينهي حياة تيان، وقتها وضعه في حالة سبات لما حط ايده على راسه علشان يدمره من الداخل ويسرق جسمه ويستحوذ عليه، لان هو الوحيد من بين كل المحاربين اللي قابلهم في حياته خلال ال 80 سنة اللي عاشهم امتلك امكانيات كبيرة جدا، وغير كده كمان وشه جميل بمعنى انه كان فيه متطلباته الكاملة واللي كان عايزهم كلهم. وعلشان كده منحه شرف انه يكون هو البطل العظيم اللي انقذ العالم من ايده شخصيا، علشان لما يرجع تاني في جسم تيان يكمل خطته في القضاء على كامل الطوائف الارثوذكسية من الداخل، وده لانه البطل العظيم اللي محدش هيشك فيه نهائيا. بننتقل بعدها لعند العجوز والمعلم بيعرفه حالة تشيونج بان مركز الطاقة عنده سليم لكن ضلوعه اتكسرت. وقبل ما المعلم بيمشي العجوز بيوقفه وبيقول له انت مش عندك فضول تعرف انا ليه كملت المباراة حتى بعد ما حاولت ان انا اطرد لينج من الطائفة؟ فبيقول له لا
مش عايز اعرف. فبيقول له العجوز طيب تمام، لان لينج تخطى تصوري نهائيا، ومن دلوقتي انسى فكره ان احنا نطرده من الطائفه نهائيا، وكمان هنساعده علشان يقدر يواكب المستقبل. في نفس الوقت لينج لسه بيفكر في قضيته اللي لسه ما اتحلتش لعند دلوقتي بسبب فشله في الانتقال لجسم تيان بعد ما اخيرا قدر يتقن تقنيه فن الاستحواذ. بنرجع بعدها لوقت قبل ما تنهار الطائفه الشيطانيه بسنه. كان فانج وقتها بيتدرب على تقنيه فن الاستحواذ، وكان وقتها صعب عليه جدا انه يتقنها، واوشك انه يقع في حاله انحراف الكي عده مرات. ولكن فجاه كده وهو في طريقه لغزو العالم كله بيكتشف لفافه اسطوريه بتحتوي على طريقه اتقان فن الاستحواذ، ولكن لما استخدمها على تيان اكتشف انها خدعه بحد ذاتها. ولكن تفكيره في الشخص اللي عرض عليه اللفافه كان مستحيل يشك فيه، لانه كان احد اتباعه اللي بيثق فيهم ثقه عمياء، حارس القمه الساطعه شانج لونج يون. وبما انه مفيش مجال ان هو يشك فيه، فمفيش خيار غير ان تيان تم قتل جسمه الحقيقي قبل ما يتم الاستحواذ عليه بشكل نهائي من دونج فانج بوي، لان القاعده الاساسيه في فن الاستحواذ ان يكون الجسم اللي هيتم الاستحواذ عليه لسه عايش. ولكن الغريب ان وقتها ما كانش في حد غيرهم الاتنين فقط، ويبدو كده ان في مؤامره حصلت وقتها وهو ما يعرفهاش لعند دلوقتي. وغير كده كمان الحلم اللي كان بيتكرر معاه ل4 ايام يبدو ان هو اثبات على المؤامره دي، ومع الوقت هيقدر يكتشف المؤامره. وفي اليوم اللي بعده بيجمع المعلم الطلاب بنفس الطريقه بتاعت كل يوم، وبيعرفهم بان النهارده هيركزوا على التدريب الفردي. ومن كتر الخضه التلاميذ بتطلع تجري من قدامه لساحه التدريب، اما لينج فبيتسحب كالعاده لانه متاخر. وفجاه بيوقفوا المعلم بطريقه مرعبه وبيقول له استناني لما ارجع من العياده. ومن بعدها بيروح لعند تشيونج في العياده، لكن مش علشان يطمن عليه بل علشان يعاتبه بسبب تجاوزه للحدود وتعلمه تقنيتهم السريه من غير هو ما يسمح ليه بيها، رغم انه كان ناوي يعطيها له لو صبر شويه. لكن دلوقتي فشل تماما، ومع ذلك لسه بيؤمن بانه هيكون واحد من الاعمده اللي هتعيد بناء الطائفه. ولكن ده ما يمنعش برضه ان هو بعد ما يفوق هيتعاقب، يعني هيتعاقب. ولما بيغادر بنشوف تشيونج بيعيط، لكن للاسف ده كله عباره عن عبط في عبط، لانه ما صدقش ولا حرف واحد من اللي قاله المعلم. لانه لما استخدم فن قبضه اهواء في المعركه، المعلم امتلأ بالحقد والغضب وكانه مش عايز اي حد غيره يستخدمها. ولكن لما لينج استخدمها واظهرها ليهم مفيش ولا واحد منهم نطق بحرف واحد. وغير كده كمان استمر في التدريب عليها علشان يتقنها ايام وايام. فازاي لواحد ما كانش عنده موهبه زي لينج ينسخها بمجرد بس ان هو يشوفها منه؟ وده معناه حاجه واحده بس، ان المعلم اعطاله كتاب المهاره وكان بيعلمها له في السر، واكيد بعد ده كله مش هيثق فيه حتى ولو بجنيه واحد، وهيعمل كل اللي هو عايزه بعد كده. بنروح بعدها لعند المعلم وهو واقف قدام لينج وبيساله انت اتعلمت جوهر قبضه اهواء امتى؟ وما تلفش وتدور كتير وتقول لي انك نسختها من تشيونج، لان ده مستحيل ان انا اصدقه منك، لانها مش مهاره ممكن حد ينسخها بالرؤيه فقط. فبيغضب عليه لينج وبيزعق له وبيقول له انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ انت مفكر يعني علشان انت معلم ومعاك تقنيه ومفتخر بيها قوي يبقى انت كده حاجه وبرنس؟ يعني ده انت كلب بلدي، ومقارنه بالفلول القتاليه الاسطوريه اللي عندي فانا مش شايفك اساسا. لكن طبعا ده كله في خياله لانه مستحيل يقول له كده اساسا. فبيفكر له في كذبه حلوه كده وبيقول له كنت بتفرج على تشيونج وهو بيتدرب كل يوم. المعلم بقى بيسيب التقنيه وبيسيب كل حاجه وبيمسك في دراعه لانه مش لافف الضمادات صح، وفي ثانيه واحده بيكون لفها له بطريقه صحيحه علشان جرح ما يفتحش. لينج بيستغرب لانه في الماضي كان بيعالج اصاباته في لمح البصر باستخدام الطاقه الداخليه وما لفش على دراعه دي اي ضمادات نهائيا. والغريب ان ذكرياته في الطفوله مع شبيه الغوريلا ده بترجع له فجاه. بيضربه المعلم على راسه لانه بيفكر مع نفسه وسايبه يتكلم لوحده. في اللحظه دي بيغضب عليه لينج وبيقول له ازاي تضرب راسي المبجل، وبيجمع كل قوته في ايده وبيقول له خد دي بقى علشان تحترم نفسك بعدين. وصحيح احترم نفسك انت وما تسرحش بخيالك بعيد، لان ده كله من خيال لينج، لان لينج اساسا مستحيل يضرب معلمه واللي هو اقوى منه في الجسم ده دلوقتي. المهم مع ان ضربه المعلم كانت ضعيفه الا ان لينج هيستحملها وهيعديها له المره دي كمان. بيكمل المعلم وبيعرفه بالاضافه للضمادات اللي كانت مرخيه ملابسه كلها فوضويه جدا، وبيروح بعدها يعدلها له. وحرفيا الراجل ده في حاجه مش مظبوطه، وده لان لينج ما كانش متعود في الماضي يلبس هدومه بنفسه حتى بعد ما اصبح زعيم الطائفه الشيطانيه وبيعتمد على الخادمات علشان تلبسه. بس ثانيه واحده بس، هو ده وشه ولا ظهره؟ لان بصراحه فضلت نص ساعه في اللقطه دي ولسه ما وصلتش لحل. المهم بيقطع تفكيره المعلم وبيساله انت بخير، لانه لاحظ عليه ان هو مش طبيعي بعد مباراه الامس. بياخدها لينج فرصه بما انه نسي امر القبضه والفن القتالي اللي كان جاي اساسا علشان يساله له، وبيفضل يمثل بانه راسه بتوجعه وعايز يرجع وعنده دوار شديد. وبصراحه ده مش اعراض مرض، ده اعراض حمل، بس تقريبا هو فاهم غلط. لكن المعلم
المعلم عارف كل الحركات دي كويس وبيقول له ما تمثلش عليا لان ما نسيتش الفن اللي انت اتعلمته من ورايا، وارجع لتدريبك وبلاش شغل الحريم ده. وفعلا بيرجع وهو مبسوط بانه نفد بجلده المره دي كمان، وبيفكر بما انه استيقظ في جسم الطفل ده فمش قدامه فرصه غير انه يتدرب بجهد علشان يستعيد قوته الحقيقيه. بيرجع المعلم تاني للعجوز وبيساله عن عقابه شيونج ولينج بسبب كسرهم لقوانين الطائفه، لكن العجوز بيرفض العقاب وبيعديها لهم المره دي، وده لان طائفه جبل هوا حاليا تحت الانشاء بعد الحرب الاخيره اللي حصلت ضد زعيم الشر، ومن وقتها ما حدش راضي ينضم ليهم. ولكن دلوقتي حاله الطلاب وتشكيلهم للطائفه دخلت في حاله استقرار حاليا، والاهم من ده كله ان التلميذين من الطائفه تعلموا جوهر قبضه هوا بالمراقبه فقط، وهم دول امل الطائفه بتاعتهم ومفتاح استرجاع مجد طائفه جبل هوا العظيمه. وعلشان مستقبل طائفتهم لازم يتساهلوا معاهم المره دي ويمنحوهم فرصه تانية، وكمان لازم يغيروا القوانين علشان ما يتكررش اللي حصل امبارح، بمعنى ان اي حد من الطلاب يقدروا يتعلموا فن جوهر قبضه هوا، يعني مش مخصصه للمعلمين فقط او اللي هيحدوهم فقط. بنروح بعدها لعند لينج وهو بيتدرب في الغابه لوحدهم على التقنيه الجديده، او اللي المفروض انها جديده على لينج مش دونج فانج. بيستمر في التدريب عليها قدام صخره ضخمه لعند ما ايده بتطلع منها دم، ولعند ما بيقع على الارض من التعب، وبيستهزأ بالجسم الضعيف اللي حط فيه بعد ما كان معروف بالمنيع. لكن مع ذلك كل الفنون القتاليه في العالم كله بين ايده، اما الحاجه الوحيده اللي ناقصاه هي ضعف جسمه، وعلشان كده لو وضع نفسه في خطر في المرم بالجسم ده ممكن يموت في اي ثانيه. وعلشان كده ما عليه ان هو يدرب الجسم المثير للشفقه ده من خلال معرفته الواسعه بالفنون القتاليه والخبره المتراكمه خلال المعارك التي لا تحصى من المعارك الشرسه اللي دخلها، ومن خلالها يقدر يوسع مركز طاقته اكتر من كده بكتير. وزي ما بيقول المثل الغايه تبرر الوسيله، يعني من كل الفنون القتاليه اللي بيعرفها لازم يختار الفن القتالي اللي يناسبه او اللي يناسب هذا الجسم. ودلوقتي بعد ما استخدم فن القتال لفن جوهر طائفه هوا اكتشف ان الفن ده مش مناسب نهائيا لجسم لينج، وبمعنى صح لسه مش مناسب ليه في الوقت الحالي. وعلشان كده بيفكر بعدها يطور نفسه بسرعه من خلال تقنيات التدريب على الفنون القتاليه الغير ارثوذكسيه، لكن للاسف لكل تقنيه قويه استثناء، ودول اساسا استثناء مبالغ فيهم، لان اقوى تقنيتين يعرفهم اصحابهم واحد منهم اصلع نهائيا والتاني اصلع هو كمان بس من مكان تاني. وعلشان كده بيشيل فكره الفنون القتاليه الغير ارثوذكسيه من دماغه نهائيا، ودلوقتي مش قدامه غير الفنون الارثوذكسيه اللي بتجمع بين الين واليانج مع بعض. ودي على حسب فهمي اللي شفته لعند دلوقتي صعب جدا، لان صعب جدا السيطره على قطبين متضادين مع بعض. المهم بيبدا بفن التاي جي الفن الاساسي لطائفه وودانج، وفعلا بيقدر يجمع طاقه الين واليانج مع بعضهم بنسبه متفاوته 70% الى 30%، وبيضغطهم مع بعض في مركز طاقته. ولكن للاسف بيحصل المتوقع من طاقه اليانج وبتطلع عن سيطرته، ودي علامه على انحراف لتشي، ودي اصعب حاجه ممكن تحصل لاي فنان قتالي في القصه. وبالنسبه لل70% من طاقه الين اختفت تماما، لكن احنا هنا بنتكلم على اقوى شخصيه في العالم، وبيقدر يطلع تقنيه تانية يسيطر بيها على طاقه الين واليانج منسجمين مع بعضهم، وحرفيا بتنفجر طاقه كبيره جدا من حواليه، وبعد لحظات بيقدر يسيطر عليها كلها. وبيكرر نفس التقنيه لعند ما بيقدر يتحكم فيها ويستوعب الطاقه بالكامل لعند ما بيخيم عليه الليل. وخلال الوقت ده كله كرر الفن ده ل5 مرات، وفعلا قدر يستوعب كميه كبيره جدا من الطاقه وقدر يخليها تستقر في مركز طاقته. ودلوقتي جه الوقت اللي يجرب فيها اللي عمله طول الوقت ده كله، بيحوط ايده بطاقه الين اللي بتمثل اللين، والايد التانيه تلقائيا بتتحوط بطاقه اليانج واللي بتمثل القسوه. وفي اللحظه اللي بتظهر فيها الطاقتين مع بعض بتتجمع حوالينه هاله من جوهر قبضه هوا غير طبيعيه، وبضربه واحده فقط بيقدر يفتت الصخره الضخمه مش بيكسرها بس. ولكن الهجوم ما بينتهيش لعند هنا، على الرغم من ان الهجمه في اقصى قوتها بيظهر بعدها هاله ضخمه وبتخفي جزء من الغابه وبتنور المكان بالكامل. ودلوقتي اخترع لنفسه تقنيه بقوه وفعاليه زعماء الطوائف نفسهم ما يقدرش ينشئوها او يخترعوها، لان في قاموس دونج فانج دوباي المستحيل لا وجود ليه. وخلال يوم واحد فقط مركز طاقته توسع ل5 مرات تقريبا بعد ما تم استبدال كيلين بكيليانج تلقائيا. وعلشان كده بيفهم انه في سر مخفي ورا الجسم اللي بيقول عليه ضعيف ده، لكن بالتاكيد مع مرور الوقت هيقدر يفهمه. وخلال الايام بيثبت ان هو الاقوى من خلال القتالات اللي بيفوز فيها دايما خلال ال100 يوم تقريبا اللي قضاهم. ومع كل القتالات اللي بيدخلها زعيم الطائفه ما بيلاحظش عليه الارهاق نهائيا، وبيفكر في ال100 يوم اللي غابهم عن الطائفه ممكن يعتبروا ولا حاجه بالنسبه للتدريبات اللي بيشوفوها في العالم ده. لكن خلال
خلال الايام دي لينج قدر يغير قدرته ويزيد قوته الداخليه بمقدار فوق ما يتصوره، لكن الحاجه الوحيده اللي موتراه هي قوه لينج الداخليه الغير نقيه بالكامل، وفي بعض الاحيان بيحس بان في طاقات تانية مختلفه بتنبعث منه غير طاقتهم الاساسيه للطائفه، ولكنها مش مريبه لانها مش مشابهه لفنون جماعه الغير ارثوذكسيين، ولكن مع ذلك مختلف تماما عن والده تيان اللي كان دايما مفعم بالحيويه، لكنه بيقطع افكاره بنفسه لان طائفتهم في اشد الحاجه للمواهب اللي زيه علشان يقدروا يعيدوا تشكيل طائفتهم من جديد. وبعد ما التدريبات بتخلص بنكتشف بعدها ان النهارده يوم العطله، واليوم الوحيد اللي بياخدوه عطله كل شهر للطائفه كلها. ولما العجوز بيسال المعلم انت مش هتروح مع التلاميذ بيرفض لانه المفروض قدوه للطلاب، بس بصراحه السبب الاساسي هو ان لينج مكرس نفسه للتدريبات كل يوم، فاكيد هو مش هيروح يتفسح وتلميذ من تلاميذه بيتدرب. وغير كده كمان في نفس اليوم ده العجوز هيطلع فيه وبيطلب من المعلم يعتني بالطائفه لحد ما يرجع. وبعد مرور بعض الوقت بيروح المعلم لعند حجره الطلاب علشان يكافئ لينج على تدريباته الشاقه لوحده وياخده يعزمه على مطعم لوحدهم الاثنين، لكن لما بيفتح الباب علشان يفاجئ لينج هو اللي بيتفاجئ لان مفيش ولا واحد موجود في الغرفه حتى لينج، فبيفكر ان هو لسه بيتدرب ولكنه بيدور عليه في كل مكان فما بيلاقيهوش برضه، فبيسال العجوز اللي بيكون موظف عندهم لو كان شافه، فبيقول له طلع مع الطلاب علشان يقضوا الليله مع بعض. هنا بينصدم العبيط لانه انضحك عليه، شربتها يا كروديا، وبغض النظر عن المكان اللي هيروحوه بيسيبه وما بيتدخلش لانه لو اتدخل ممكن يحصل له نفس اللي حصل لتشيونج وينحرف عن مساره او طريقه. بنروح بعدها لعند الطلاب وهم في وسط الغابه وبيتفقوا على المكان اللي هيروحوا له النهارده. اما لينج فبيفكر في الطائفه اللي ما منهاش فايده نهائيا، وبيفكر في طلابها اللي المفروض هم اولياء العهد اللي هيرجعوا الطائفه دي مره تانية لمجدها السابق. بيضيعوا وقتهم في المتعه والترفيه، بيقاطعوا واحد من صحابه وبيشد له وشه لانه بيفكر كتير وهم رايحين يتمتعوا، وبيسالوا عن هدومه الغريبه اللي طول النهار لابسها، ولكن للاسف لينج ما عندوش غيرهم، فبيتباهى بهدومه وبيقول له ممكن اعطيك رداء ازرق زي اللي انا لابسه ده، فبيهرب منه لينج وبيقول له ده انا اروح من غير هدوم ولا البس اللي انت لابسه ده. ومن هنا اصحابه بيمسكوه تريقه لانه مهما عمل ومهما لبس لينج اوسم منه بكتير. فجاه كده بيقلبوا عليه كلهم مره واحده وبيعرفوه بانهم رايحين للقريه اللي اترفض منها من نص عام تقريبا، فبيستغرب هو اترفض ازاي، فبيعرفوه ان هو اترفض من الانسه اللي اسمها هويون، وفي اللحظه اللي بيذكروا اسمها قدامه بيتذكرها فعلا. وبالنسبه لهويون اللي بيتكلموا عليها فدي بتكون مغنيه وبتعزف على الاوتار او حاجه شبه كده في البيت اللي هم رايحين علشان يسهروا فيه. ومن نص سنه تقريبا لينج كان رايح ليها برساله حب لانها عجبته، لكنها رفضته قدام الكل وخلت شكل وشه شبه قفاه. وبما ان المساله دي ممكن تلطخ سمعته كحاكم مستقبلي بيخلق لهم مبرر وبيقول لهم انا كنت باخد الورقه اللي وقعت منها فقط، يعني انتوا فاهمين غلط، الورقه دي ما كانتش رساله حب، دي كانت ورقه وقعت منها بالغلط. وبعدين تعالوا هنا ما لقيتوش اماكن تانية غير المكان ده تروحوا له، لكن مع ذلك صاحبه اللي عامل نفسه وسيم وروش بيقول له بطل صياح وتعالى ورايا. وبعد شويه بيوصلوا للقريه فعلا، وقتها لينج بيتفاجئ من القريه اللي ازدهرت بدرجه كبيره بعد ما كانت عباره عن قريه سيد في عهده ومحاطه بالبحيرات مش اكتر. وفي وسط طريقهم للمكان المقصود بيتهافت عليهم اصحاب الحانات علشان يدخلوا عندهم، لكن العبيط اللي عامل نفسه غني وكانه مترشح في مجلس الشعب بيصدهم كلهم وبيقول لهم مش النهارده. ومش هو وبس، ده تقريبا باقي زملائه اللي معاه عندهم نفس العبط ده، وكل اللي يقرب منهم يقولوا له مش فاضيين النهارده، عندنا شغل ضروري دلوقتي. اما لينج حرفيا مصدوم ومستغرب لان شخصيتهم دي لو بيطلعوها في التدريب كان زمانهم اقوى طائفه في المكان كله. واخيرا بيوصلوا لعند المكان اللي لما لينج بيشوفه بينصدم، جناح اللؤلؤ السعيد. وصحيح انه من بره كبير جدا وشكله فخم الا انه من الداخل حاجه تانية خالص، وكانه عباره عن مملكه جديده. بيظهر حارس المكان الضخم وبيرحب بيهم لكن بطريقه غريبه شويه، فبيطلب منه سونج انه ينادى على الانسه هويوان، لكن للاسف الحارس بيقول له انها بتخدم حد تاني. ومن مدى نظره الشر اللي في عين العجوز وفرق الطول اللي ما بينهم بيخاف سونج وبيحس ان هو هينضرب، لكنه بيكمل وبيطلب منه تاني الانسه لانهم جايين من طريق طويل جدا. فبيضحك عليه العجوز الحارس وبيستهزأ بيه، وهنا بيغضب سونج لانه مش عارف هو بيتكلم مين ولا عارف مين ابوهم، وانه ممكن يغرق جناح اللؤلؤ السعيد ده كله بالفلوس. وقبل حتى ما يكمل الحارس بيعرف انه ابن اللورد يون، وعلشان كده بيعتذر منه وبيرجع في كلامه وهيندهله على الانسه هويوان اللي هو عايزها، وكاعتذار منه بيجيب له ازازه عصير عنب، انما ايه من النوع الفاخر لان الراجل المحترم ده طلع حاجه كبيره في المجتمع. واخيرا بتوصل الانسه هويوان عندهم فبيقفوا الثلاثه من كتر جمالها. اما لينج فبيفهم اخيرا هي ليه كانت تستحق لقب الجميله، وبيفهم كمان سبب وقوعه في حبها في الماضي، لكن دلوقتي مفيش قدامها فرصه قدام قلب دونج فانج دوباي. ولما بتبدا العزف الثلاثه بيكونوا مبهورين جدا بعزفها كالعاده، لكن للاسف هي بتضحك عليهم لان كلمات الاغنيه اللي بتغنيها قديمه وما هياش فاكراها، فالفت اي حاجه. ولحسن حظها اللي قدامها اطفال دماغهم على قدهم بيسمعوا اي حاجه، ولما بتكون على وشك انها تعزف تاني لينج بيوقفها وبيطلب منها اغنيه على مزاجه. وللاسف الاغنيه دي
دي بتكون صدمة بالنسبة لها وبتحاول بكل الطرق انها تخدعه بكلامها علشان ما تغنيهاش، لكن لينج بيكون فاهم ان الاغنية صعبة جدا ومش اي حد يقدر يغنيها. ومن هنا بيبدأ التحدي ما بين الاتنين ومين اللي هيفوز فيهم، ودلوقتي مش قدامها حل غير انها تقبل وتغنيها او هتحاول تغنيها. لكن في اللحظة دي بيظهر شاب وبيكسر عليهم باب الغرفة، وده الشاب اللي كانت الآنسة بتغني له قبلهم، او بمعنى صح الشاب اللي الحارس خطف منه الآنسة. واكيد في اللحظة دي هيرد زعيمهم اللي هو سونج بما انه صاحب القعدة، لكن لما بيلاقيه غاضب وعمال بيكسر يمين وشمال بيطلب منه انه ينضم ليهم بالذوق وبكل تواضع وحب علشان مش ناقص ضرب. لكن للاسف الشاب بيستقل بيه وبيمسك فازه وبيضربه بيها، وعلى اخر ثانيه سونج بيصدها بايده. لكن للاسف الهجوم ما انتهاش لحد هنا، وبينزل من تحته وبيضربه في بطنه وبيطيره بعيد عنه. بيصرخ عليه زميله لانه مش فاهم لعند دلوقتي هم عملوا ايه يستحقوا ده كله، علشان نعرف بعدها ان الشاب ده هو بو هاي الابن الثالث للمستشار الامبراطوري نفسه. ومن هنا بتاتي الصدمه بقى، لان مش موجود في الامبراطوريه كلها غير مستشارين فقط، واحد منهم المستشار الكبير الايسر هو يونغ، واللي بيكون الاب للشاب اللي قاعد بيضرب فيهم، واكتر شخص عنده نفوذ وسلطه في الدوله بعد الامبراطور، واللي بيسيطر لوحده على سياسه البلاد كلها. وبالنظر لطائفه اصحابنا اللي بتكون من الدرجه التاليه، فاتفاقيه عدم الاعتداء بين الحكومه والمرم مش هتحميهم نهائيا، وعلشان كده بيستسلموا وخلاص هيقبلوا باي طلب يقوله. من بعدها بيروح للانسه علشان ياخدها معاه تاني. بيتدخل لينج هنا وبيقول له سيبها والا قطعت ايدك، لكن للاسف السيد الشاب التنح ما بيسمعش الكلام وبيستهزأ بيه. لكن لينج مش سهل برضه، وبيرد له الاستهزاء باستهزاء اكبر بكتير وبيخليه يتعصب جدا. بيكمل لينج وبيقول له لو ما كنتش ناوي تصبر لما نمشي فاقعد اسمع لك اغنيه معانا وخد بعضك وامشي من هنا. لكن للاسف الشاب ما بيبقاش طايق نفسه اساسا وبيرفض اي طلب منه. وفي اللحظه دي بيهجم على لينج هو كمان، وتقريبا كسر المكان كله وضرب كل حته في المكان ما عدا لينج نفسه. بيظهر لينج وراه لكنه ما بيعملوش حاجه، فبيستغل الفرصه وبيجمع قوته في ايده وبيضربه بيها. ومع ان لينج شايف الضربه وممكن يصدها في اي وقت، لانه لو طلع قوته قدام اخواته هيشكوا فيه، وعلشان كده بيعمل شويه استعراض قدامهم وبيصد ضربته بايده الاتنين. بيستفزه اكتر واكتر وبيقول له التقنيه اللي انت بتتباهى بها دي مش كامله. فبيتعصب فعلا وبيفضل يضرب فيه يمين وشمال، لكن لينج بيفضل يصده على انه يتجنبه. وقبل ما لينج بيضربه بيقول له عشيره نام جونج العظيمه احد افضل العشائر الخمسه الكبرى سقطت هي كمان على الارض، لان من تصرفاتك دي يبدو ان اكتر حاجه بتعرف تعملها انها بتتصرف بغطرسه وبس. ومن بعدها بيضربه ضربه خفيفه كده علشان لسه ما انهاش كلامه معاه. وفي اللحظه دي بيسالوا عن زعيمهم الحالي بسبب مستواه الضعيف اللي اظهره قدامه. ومن بعدها بيبدا الشاب يفكر، لان مفيش ولا واحد من الطوائف اللي حوالينهم ما يعرفش مين زعيم عشيره نام جونج. وغير كده كمان طريقه كلامه اشبه على انه يكون رجل عجوز. ومن هنا بينصدم لانه مفكر ان لينج رجع بالعمر بتقنيه تجديد العمر، وعلشان ما ينضربش اكتر بيقول له الزعيم الحالي للعشيره هو تشوانج الابن الثاني للزعيم السابق وبيكون ابن عمه كمان. في اللحظه دي لينج بيفضل يضحك وبيفضل يستهزأ بزعيم العشيره نفسه، وده لانه كان محارب عديم الفايده لما كان في جسمه السابق. لكن بالنسبه للشاب فهو زعيم عشيره واكيد قوي بالنسبه له، ولكن للاسف مفيش مجال ان هو يغضب على لينج لانه مفكره كبير في العمر ورجع بالعمر بالتقنيه تجديد العمر وما قداموش فرصه انه يكسب عليه. وفجاه بيصدمه لما بيرحب بيه كانه عجوز، فبيغضب عليه لينج وبيقول له انت عبيط يا ابني، اي واحد في المكان هيبص علينا احنا الاثنين هيعرف ان انا اصغر منك. ومن هنا بيطلع المحقق كونان اللي جواه وبيقول له بسبب افعالك وطريقه كلامك وحركاتك المرنه فانت الشيخ الكبير لوانج شوان من طائفه وودانج. في اللحظه دي صحابنا بيكونوا مصدومين من الغباء اللي بيحصل، اما لينج فبيكون لسه عنده تكه وهينفجر فيه. وللاسف التكه بتخلص وبينفجر عليه فعلا، وبيقول له مين هو لينج شوان اللي انت بتقارني بيه ده. وهنا بيتاكد الشاب ان لينج ابن طائفه فقيره وان كل تفكيره ده كان غلط، وعلشان كده بيجمع كل قوته تاني علشان يعرف لينج حدوده كويس. والمره دي لينج بيستغرب من ان تقنياته نفس التقنيه اللي استخدمها من شويه، لكن الطاقه اللي حواليه اكبر بكتير وبشكل ملحوظ. ولو استمر على انه يقاتل وهو بيتحكم في طاقته الداخليه علشان ما يظهرهاش قدام اصدقائه هيحصل مشاكل كتير في المكان وهيتاذى ناس كتير. ولكن سرعان ما بيلاقي حل بديل، وفي لحظه بيكون اختفى من المكان اللي هو فيه وظهر قدام الانسه وبياخد منها آلة القانون. فبيتعصب الشاب اكتر واكتر وبيهجم عليه بكل قوته لان لينج بيستخف بيه. في اللحظه دي بيبدا لينج يعزف على الآلة وبيصدر منها موجات من الطاقه قويه جدا بتوقف الشاب مكانه. وبعد شويه بيقدر الشاب يزيد من قوته اكتر واكتر وبيخترق موجات الطاقه،
لكن لينج بيحاوط الآلة بطاقته وبيقابله في وشه وبيرجعه من المكان اللي جاي منه. اما الآنسة فبتكون في وادي تاني خالص وبتعيط لانها خايفة على الآلة بتاعتها، لكن لينج وهو نازل ضرب فوق الشاب بيطمنها انها مش هتحصل لها اي حاجة وخلاص. بيكون جاب اخره من الشاب المتغطرس وبيلف الآلة المرة دي بطاقة مختلفة عن الطاقة اللي قبلها وخلاص ما عادش بيقبل الأعذار، وبيديله ضربة بيدمر بيها نص المبنى بالكامل. وبعد ما بيخلص بيرجع لها آلة القانون لكن بشرط انها تغني له نفس الأغنية اللي طلبها منه. ومن بعدها بيروحوا يفوقوا الأستاذ اللي كان في غيبوبة، ولكن بيصحوا بطريقة غريبة وبينزلوا ضرب فوق وشه، ولما بيصحى بينسى الألم بسبب الحفرة اللي شافها في الجدار. ومن بعدها بيلموا نفسهم علشان يمشوا، لأن الشاب اللي لينج بهدل بكرامته الأرض مش هيقدروا يعملوا حاجة لو حكام المقاطعة ظهروا هنا مع الجنود الإمبراطور، وممكن يلفقوا لهم أي تهمة في ثواني. لكن طبعا لينج بيكون عنده رأي تاني، لأنهم دفعوا فلوس كتير جدا في المكان ده، ورغم كل حاجة لازم يسمعوا أغنيته اللي طلبها من الآلسة قبل ما يمشوا. بتوقفه وبتقول له لازم أسألك سؤال قبل ما أبدأ، لكن لينج بيرفض وبيقول لها اعزفي الأول وبعد كده اسأل اللي أنت عايزاه. وفعلا بتبدأ العزف قدامهم، لكن من الواضح كده إن لينج مش عاجبه اللحن، لأن اللحن ده اتعزف قبل كده في المنطقة الضيقة من سول وشانج، والهالة اللي كانت بتصدر منها وقتها كانت غير الهالة اللي بتصدر منها دلوقتي. علشان كده لينج بيكون متعصب جدا منها وبيوقفها، وطبعا بيستغرب منه صاحبه بيقول له انت عبيط يا ابني، مش انت اللي طلبت الأغنية؟ وحتى الآنسة بتستغرب منه جدا، لأن بعد ما نفذت له طلبه سابها ومشي، ومن غير حتى ما تسأله الأسئلة اللي كانت عايزاها. بتصرخ عليه وبتقول له انا لسه ما سألتكش أسئلتي، فبيسكتها وبيقول لها انت متأكدة ان انت ممكن تسألي سؤال زي ده لمعلمك السابق؟ لأن انا عارف انك هتسأليني ازاي عرفت اللحن ده، ولكن اللي انا حابب اقوله لك ادي العيش لخبازه، بمعنى ان اللحن مش هيكون صعب ان الخبير او صاحبه يعرفه. علشان كده ما تحاوليش تخفي حقيقة انك جاهلة بالأغنية وتحاولي تعزفي اي أغنية تانية وتداري بيها على خيبتك. وصاحبنا في الوسط مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، لكن بيضطر ان هو يمشي وراهم، وبيسيب البنت تقع في افكارها وتفكيرها خصوصا في سيدها، لانها سمعت نفس الكلام ده اللي قاله لينج لها من شوية، سمعته من سيدها قبل كده بان ادائها مجرد تقليد للأغنية الأصلية مش اكتر، ولكنها لعند دلوقتي مش قادرة تنسى لينج ومدى مهارته في استخدام اللحن ومعرفته باللحن بمجرد انها بدأت تعزف فقط. وزمان كان في عشيرة اسمها جيجال العظيمة، واحدة من اكثر العشائر المرموقة اللي كان فيها كثير من العباقرة المتميزين واللي بيتمتعوا بمهارات كبيرة جدا، منها الفنون الصوتية والآلات والفخاخ ومصفوفات المعركة. وبالنسبة للبنت اللي كانت في البيت من شوية فهي من نفس العشيرة، لكن الغريب انها مش عارفة الفنون الأساسية الخاصة بعشيرتهم، وربما اساسا هي ما تعرفش حاجة عن الفنون القتالية الخاصة بعشيرتها نفسها، لان لينج عارف زعيم الطائفة نفسه اساسا، لان هو الوحيد من الطوائف الارثوذكسية اللي اوفى بوعده معاه من 14 سنة. وعلشان كده لينج بيفكر في الطائفة وزعيم الطائفة نفسه، فهل يا ترى مستواه نزل لدرجة انه يضطر انه يبيع بنته لبيوت زي دي؟ وعلشان كده بيسأل صحابه عن عشيرة جيجال العظيمة، احد العشائر الخمسة الكبرى المشهورة بفنونها الصوتية، لكنهم بيصدموا لان مفيش عشيرة بالاسم ده بين العشائر الخمسة الكبرى. بينصدم لينج وما بيكونش مصدق كلامه، فبيأكد له وبيعرفه بان العشائر الخمسة الكبرى اولهم هي عشيرة نام جونج وعشيرة مورينج وعشيرة هونج بو وعشيرة تانج، واخر عشيرة هي عشيرة يو الموجودة في شاندونج. بيسيب لينج العشائر كلها وبيمسك في عشيرة يو اخر العشائر الخمسة، وبينصدم ازاي اساسا يبدلوا عشيرة جيجال العظيمة بعشيرة زيها. ساعتها بيذكروا التخين ان في عشيرة حاليا مسميين نفسهم احفاد جيجال، ودول بقى اغلبهم تقريبا ميتين. حرفيا لينج بينصدم لانها الطائفة الوحيدة اللي ما كانتش باين عليها انها بتتراجع نهائيا، لكن التخين بيعرفوا بانهم تم ابادتهم في اللحظة اللي انطردوا فيها من تحالف الطوائف الارثوذكسية، وبيصدموا اكتر لما بيعرفوا السبب بانهم ساعدوا زعيم الطوائف الشيطانيه دونج فانج دوباي، وعلشان كده بيفهم ان هو السبب في ان الانسه هوايون في مكان زي ده. في نفس الوقت ده في طائفه جبل هواو، والمكان كله ما فيهوش غير واحد فقط، بيظهر تشيونج ويبدو كده ان نيته مش خير نهائيا، لان وشه كله عليه ملامح الغضب بسبب لينج، وكل تفكيره في مده ال10 سنين اللي قضاها في الطائفه علشان ينتقم لوالده. وفي النهايه لينج بيظهر وبيذل قدام الكل، لان ده كله وهو مفكر ان الاخ الاكبر او المعلم بتاعهم استدعى لينج على انفراد علشان يعطيله اقوى تقنيه في الطائفه. وفي الاخر بيوصل لعند المكتبه علشان يبحث لنفسه عن فن يقدر ينافسه بيه، وفعلا بيوصل عند كتاب الفن الارجواني المطلق، وحرفيا ملامحه بتتغير نهائيا لانه اخيرا هيهزق لينج زي ما هزقه قدام الكل. وفجاه كده بينصدم لما بيلاقي الكتاب صفحاته فارغه، لكنه بيضطر انه ياخده معاه قبل ما حد يجي. ولما بيطلع من الباب بينصدم بوجود المعلم قدامه، والغريب ان المعلم بيكون هادي جدا وبيساله انت كنت بتعمل ايه جوه؟ فبيتعصب تشيونج برضه وبيجاوبه بصراحه، وبيقول له انا لقيت دليل سري وعارف اللي انا عملته ده غلط، لكن لو عطتني فرصه. وهنا ما بيكملش كلامه لان المعلم بيوقفه وفهم كويس ان هو عباره عن شخص وقع في نيه القتل،
ومش قادر يسيطر حتى على عقله، لدرجة انه استخدم تقنية كان ممكن يقتل بيها اخوه الصغير. في اللحظة دي تشيونج بيبتسم وبيقول له مفيش حد مخادع هنا غيرك انت والسيد الكبير، لانه دايما كان بيتبع تعليماتهم من ساعة ما دخل الطائفة وتدرب اكتر من اي شخص تاني موجود هنا، ودايما كان بيعتني باخواته وزملائه وكأن الطائفة بيته. وفي الاخر بيرموه وبيختاروا لينج الضعيف بدلا منه وبيعطوا له الدليل السري للطائفة. لكن المعلم بينصدم ومستغرب في نفس الوقت هو ايه الدليل السري اللي بيتكلم عنه ده. لكن تشيونج اللي عندي دلوقتي لسه مصمم ان المعلم بيخدعه بكلامه وبيتظاهر بالجهل قدامه. وحرفيا في الوقت ده تشيونج تعبيراته بتتغير تماما وكأنه اتحول لواحد تاني، وبيفضل يضحك بضحك هستيري لان بعد ده كله بيفهم ان الطائفة بتختار السلالة عن المهارة. في اللحظة دي المعلم بيفهم ان تشيونج خلاص وقع في الظلام، ولو ما وقفهوش دلوقتي فمستقبله كله هيكون مظلم تماما. وللاسف الكلام ما بيجيبش نتيجة مع تشيونج وبيبعد ايده عنه وبيهجم عليه، ولكن المعلم بيتفاداه وما بيتحركش علشان يضربه حتى. لكن تشيونج ما بيوقفش وبيهجم عليه هجمة ورا التانية، والمعلم بيتفاداه وما بيعملش اي حاجة غير انه بيصده فقط. ولكن لو استمر على كده فتشيونج اكيد هيقع في المسار الشرير او الشيطاني، وعلشان كده بيبدأ في الهجوم وبيشحن قوته في ايده وبضربة واحدة بس بيطيره من قدامه. وللاسف الوقت اتأخر على انه يسمع كلمة تانية من تشيونج ولازم يرجعه مرة تانية لعقله والا هيقع تحت سيطرة القوى الشيطانية. ولكن تشيونج ما بيخافش وبيطلع كل قوته في المرة دي، وغير كده كمان بيتوعد المعلم بتاعه انه هينزله على ركبته قدام الكل. لكن للاسف المعلم بيكون قدامه ومجهز له كمية طاقة كبيرة جدا على هيئة سيف، وبيقول له حاول تصد دي بقى لو قدرت. ومن بعدها بتتحول الطاقة الغريبة دي لكمية سيوف كبيرة جدا، ورغم كل ده تشيونج بيحاول يهجم عليه ويصد هجومه في نفس الوقت. لكن للاسف السيوف بتحوطه من كل مكان ومن فوقه كمية ضخمة من الطاقة وكأنه وقع في سجن ولكن من السيوف. والتقنية دي انتقلت ليه مخصوص من البطل العظيم تيان. في نفس الوقت ده سيف ضخم جدا اشبه بالجبل بيكون فوق تشيونج، وخلاص النهاية قربت والمعلم بدأ في الهجوم. ولكن لما بيخلص الهجوم تشيونج بينصدم لان الهجوم ما بيكونش مصوب ناحيته اساسا، وده كله علشان المعلم يفهمه غلطه وبس. ولكن للاسف دي كانت اكبر غلطة يعملها لان تشيونج بيقف من وراه وفي لحظة واحدة بيكون طعنه في ظهره، ولكن المرة دي طاقته بتكون اكثر ظلام وبيقتل المعلم نهائيا. بنروح بعدها لعند الجماعة اللي اخيرا وصلوا للطائفة، لكن في اللحظة دي لينج بيكون مصدوم ومش في وعيه نهائيا رغم ان اخوه بيكلمه، علشان نكتشف بعدها ان الطائفة كلها مولعة. وفي لحظة بيكون سايبهم طلع يجري علشان يعرف مين اللي امه داعي عليه وجاي يلعب في حاجة مش تخصه. ولكن لما بيوصل بيكون اتأخر الوقت لان النار مسكت في كل حاجة تقريبا. لما بيخلصوا بحث في المكان ما بيلاقوش حد، ولكن ده كله ولسه ما بحثوش في قاعة السحابة. لكن لينج في نفس الوقت بيكون بيتتبع آثار طاقة بسيطة جدا وفعلا بيوصل لعند المعلم، لكن للاسف بيكون تضرر جدا من الهجوم. لكن قبل ما يودع ويفارق الحياة بيفهم لينج انه مش ابن البطل العظيم او يتعامل مع الناس على انه ابن البطل، وانه لازم يكون هو نفسه لينج واللي هيرجع طائفة هواه مرة تانية. والاهم من ده كله مش لازم يستسلم للغضب، لان اكثر طريق بيؤدي انك تخسر نفسك هو طريق الغضب. في نفس الوقت ده والمعلم بينازع في الموت وبيقول له كلام مهم، لينج بيفكر في نفسه هو العبيط اللي شبه الغوريلا ده بيقول له هو في الحالة دي. لكن لينج بيواسيه وبيقول له انا فهمت كل كلامك، توكل على الله انت وانا بعد كده هنفذ كلامك كويس. وفعلا بيسمع كلامه وبيروح للابد. في اللحظة دي بينصدم لينج، لكن مش علشانه بل بسبب غطرسته وتصرفه بقوة وصلابة في لحظاته الأخيرة قبل حتى ما يقول هو مين اللي كان السبب في وصوله للوضع ده. ولكن ده ما يصعبش على اللي كان أقوى شخص في البشرية، وبيستخدم عليه تقنية بيقدر يقرأ ذكرياته، وفعلا بيقدر يتسلل لذكرياته ويشوف كل اللي حصل ما بينه وما بين تشيونج. ولكن مع طاقته الداخلية الضعيفة في الجسم الجديد مش هيقدر يشوف أكتر من كده، لكنه شاف الحاجة اللي كان عايز يعرفها وإن تشيونج هو السبب في ده كله. وأخيرا بيوصل زعيم الطائفة بعد ما النار مسكت في الطائفة كلها، وأول واحد بيسأل عنه هو المعلم جيس يونج. لكن الطلاب بيوريه جثته وبيعرفوه بانه اتقتل على ايد تشيونج، وبالنسبه للحريق فهو مجرد عرض علشان يغطي على جريمه القتل مش اكتر. ولكن العجوز تقريبا مش مصدقه وبيطلب دليل على كلامه، فبيشاور له على الندبه الموجوده على صدره وظهر الاخ الكبير، وفعلا بتظهر الندبه على شكل زهره، وبيفهم انه مات بفن جوهر قبضه هواه. والاشخاص الوحيدين اللي يقدروا يستخدموها هم المعلم والعجوز ولينج وتشيونج. وبالنسبه للينج فزملائه بيوضحوا للعجوز بانه كان معاهم طول اليوم فما تبقاش غير تشيونج، ولكن
الغريب ازاي اساسا قدر يفوز على المعلم بنفسه، علشان كده بيشكوا بانه استخدم خدعة شريرة او ادوات او سم علشان يقتل بيه المعلم. وعلشان كده واحد من الزملاء بيقول لهم لازم ندور عليه وننتقم للمعلم، لكن لينج بيوقفوا عن الغباء اللي بيعمله، لانه مش هيقدر يفوز على رجل قدر يفوز على اخوهم الكبير او المعلم بتاعهم، ولو فضل يتكلم بالشكل ده او عمل اللي في راسه هينتهي به المطاف ميت زي المعلم. بيوقفهم بعدها الزعيم كلهم لانهم بيتصرفوا بالتصرفات الغير محترمه دي قدام اخوهم الكبير اللي لسه ميت، ولعند دلوقتي لسه مش مصدق ان تشيونج هو اللي عملها. وقبل ما يعملوا اي حاجه لازم يطفوا النار الاول، وقبل حتى ما يتمكنوا من تنظيف الطائفه اللي اتحرقت بداوا في مراسم جنازه اخوهم الكبير اكبر تلميذ الطائفه والمعلم بتاعهم، وكل واحد بيحزن عليه بشكل مختلف عن التاني. لكن لينج بيفكر بشكل مختلف تماما وبيصدم المعلم حرفيا، لان المشروب اللي كان المفروض ان هو يرفعه ويحطه على الترابيزه قدام صوره المرحوم شربه، وبيبرر بانه مش هيحط ليه المشروب الا لما ياخد انتقامه رسميا، في الوقت ده هيعمل له مراسم جنازه بنفسه. وفجاه بيسمعوا صوت عالي جدا، ولما بيطلعوا بيلاقوا قوات الحكومه قدام الطائفه جايين علشان ياخدوا لينج كانه مجرم، وعلى حسب اتفاقيه عدم الاعتداء مع الحكومه فطائفه جبل هوا كلها موقوفه لحد ما يتم اصدار الحكم النهائي. والقائد بتاعهم طالب شاب من عشيره نام جونج العظيمه غوان سام، لكن لما ما بيلاقيش حد بيرد عليه بيفضل يردد كلامه تاني، بس تقريبا البعيد شبح ومحدش شايفه ولا سامعه. ولكن بعد مده اخيرا لينج بيتكرم وبيرد عليه، لكنه بيهزقه بما انه جاي لهنا ومش فاهم القصه اللي جايه علشانها اساسا. بينزل من على الحصان وبيبعد كل الجنود علشان يعلم لينج الادب، ومع ان الجنود اللي واقفين وراه عباره عن اشخاص متجمعين مع بعضهم مش اكتر، بمعنى انه ممكن يهزمهم في اي وقت، الا ان اللي معصب لينج هو ميثاق عدم الاعتداء ما بين الحكومه وتحالف المرم، وان القتال في جناح اللؤلؤ السعيد اللي كانوا فيه كانت عباره عن مواجهه بين مقاتلين مش اكتر، يعني ما فيش انتهاك للميثاق ولا حاجه، وبمعنى اصح ان الحكومه ملهاش اي دعوه بالموضوع نهائيا، ومع ذلك بتتدخل. واللي معصبه اكتر هو المقاتل اللي بيتباهى بنفسه. بيفضل بعدها ابن الحكومه المدلل يستفز في لينج اكتر بان طائفته وزملائه الكبار تمت ابادتهم تحت ايد الشيطان السماوي، الاف الرجال من الطائفه بتاعته ماتوا على ايد رجل واحد بس في يوم واحد. ولكن طبعا الكلام ده ما بياكلش مع لينج، والاستهزاء بيرجع له في وشه تاني، وبدل ما لينج هو اللي يتعصب ردت جت في صدره وهو اللي بيتعصب، وحرفيا ما بيقدرش يمسك نفسه وبيهجم على لينج على طول، وبنفس هجمات وتقنيات الشخص اللي قبله في جناح اللؤلؤ السعيد. ورغم انها سهله برضه ويقدر لينج يصدها بسهوله، لكن استخدامه لتقنيات تانية قدام زملائه مش خيار صحيح، وتقنيه جوهر قبضه هواه هي خياره الوحيد حاليا، وفعلا بيبدا يستخدمها وبتبدا المعركه ما بينهم. ولكن ابن الحكومه مش سهل برضه وبيتفادى كل الهجمات، وفي لحظه بيكون ورا لينج وبيضربه وبيلزقه في الجدار، بيكمل عليه وبيروح له يمسكه من هدومه علشان يكمل عليه وبينزل فوق ضرب، وحرفيا ما بيسيبش حته في جسمه الا هو بيضربه فيها، ولينج ما بيحركش دراعه حتى علشان يصد ولو ضربه واحده منه، لدرجه ان الزعيم بيفكر يتدخل، ولكن للاسف لو اتدخل دلوقتي هتقوم حرب شامله بين الطوائف، وبكده مش قدامه حل غير انه يثق في لينج، واللي بيكون حاليا الشاب من الحكومه وصل له بالضربه الاخيره، ولكن لهنا وستوب وخلاص لينج بيتحرك وبيصد ضربته. وبعد ده كله بيقول له بطل شغل العيال اللي انت بتعمله ده، لان ولا هجمه من هجماتك بتعمل معايا حاجه غير انها بتدغدغني فقط. وفي الثانيه دي بيرجع الشاب بسرعه لورا وبيجمع قوته وبينطلق تاني. في نفس الوقت ده لينج بيجمع هو كمان طاقته، لكن الكل وقتها مش واثق ان لينج ممكن يتصدى لهجوم ابن الحكومه، لكن في اللحظه دي لينج بيفاجئهم كلهم وبيظهر ورا ابن الحكومه المدلل فجاه، فبيتعصب عليه اكتر وبيهجم عليه هجمات عشوائيه، لكن كل الهجمات ملهاش اي فايده لان لينج بيتفاداها بسهوله جدا وكانه بيرقص مع الريح. والاصدقاء اللي كانوا بيراهنوا على ان لينج مش هيقدر يصد ضربته بقوا في غايه السعاده دلوقتي ومذهولين من حركات لينج الغير طبيعيه. اما ابن الحكومه المدلل بيتعصب اكتر واكتر، لكن للاسف لعند هنا وبس. وفي لحظه واحده بس لينج بيكون ضربه في بطنه وطيره حرفيا من قدامه بعد ما كان بيرقص بحركاته. بمجرد ضربه واحده فقط ما قدرش ابن الحكومه المدلل يقف قدامه، وتمت هزيمته على ايده واحد من الطائفه اللي كان بيستهزأ بيها من شويه. ومن كتر فرحه زملائه بيعملوا صوت عالي جدا، فبيزعق لهم المعلم لانهم لسه طالعين من جنازه اخوهم الكبير. لينج في الوقت ده بيتعصب جدا من الاشخاص الباقيين من الحكومه، ولولا حداد طائفتهم على اخوهم الكبير لكان اخفاهم من الوجود نهائيا، وعلشان كده بيقول لهم اعتبروا ده حظ ليكم. وفي لحظه واحده بيكونوا اخدوا نفسهم واخدوا ابن الحكومه المدلل وطلعوا
طلعوا يجروا من قدامه، والمرة دي لينج تساهل معاهم، ولكن لو حصل ده مرة تانية فهيحولهم لقطعة من اللحم. بنكمل مع المستشار الكبير الأيسر للإمبراطور هوا يونغ وهو بيكتب رسالة استقالة، لكنها بتكون صعبة عليه شوية لأنه مش متأكد إذا كان الإمبراطور هيوافق عليها ولا لا. بيدخل عليه المساعد علشان يبلغه بالأخبار اللي حصلت، لكن للأسف المستشار بيكون عارف بكل حاجة حصلت وإن الحكومة تدخلت من وراه في شؤون ابنه من غير ما يعرفوه. فبينزل المساعد على رجله خوفا منه وبيقول له ما كنتش عايز أقلقك، ومن بعدها بيحكي له على كل حاجة حصلت بالتفصيل، بأنه ابنه انضرب على إيد شاب من عشيرة صغيرة وراحوا مع 3 خبراء من عشيرة نام جونج، ولكن ما قدروش يمسكوا بيه، ولكن في النهاية اكتشفوا بأنه ابنه كذب عليهم، لأن الفتى اللي بلغ عنه واللي المفروض من طائفة ضعيفة طلعت قوته جنونية، ومستحيل واحد بقوته يطلب من رفاقه انهم يتجمعوا حوالين السيد الشاب ويضربوه، لانه ببساطة ممكن يطحنوا في ثواني. على الرغم من ده كله المستشار ما بيصدقوش، فبيحكي له عن المعركة اللي دارت ما بين لينج وما بين غوان سام ابن عشيرة نام جونج، ومن خلالها قدر يعرف مدى قوته الكبيرة، وعلشان يثبت له اكتر بيعطي له شهادة البنت اللي كانت معاه في الملهى الليلي واللي متورطة معاه في الحادثة. ساعتها العجوز بيفهم ان ابنه هو اللي غلطان، وان لينج ما عملش غير انه رد عليه وخلاص، وان النزال ما بينهم كان 1 ل1، يعني نزال عادل مش اكتر. لكن العجوز بيحط كل اللوم عليه لانه ما انتبهش لابنه بسبب انشغاله بالامور السياسية، وعلشان كده بيأمره انه يظهر امر القبض على الفتى اللي هو لينج كأنه امر منه هو، فبيطلب منه المساعد ان هو يعتني بالامر بنفسه وما يتدخلش هو. لكن العجوز بيغضب منه لانه مش عاوز يتحول لسفاح على اخر العمر، وخصوصا كان بيخطط من شويه ان هو يستقيل من منصبه، واي هجمه من خصومه سمعته هتتدمر، وكمان ما عادش عنده طاقه ان هو يهتم بامر فضيحه تانية بسبب ابنه. لكن قبل ما يمشي بيطلب منه انه يزور لينج بدلا منه، ويطلب منه بكل احترام يجيله لهنا علشان يقابله. ولكن العجوز بيتفاجئ لما بيسمع اسمه لاول مره، لان الفتى من طائفه جبل هواء الجديده وابن البطل تيان نفسه. بنروح بعدها لعند لينج وهو بيفكر في تشيونج وفي طريقه اللي كان بيسعى الاول ورا طائفه جبل هوا، ولسبب ما انحرف مساره واتجه ناحيته هو، وبيفكر كمان لمفهوم القوه من خلال الحوادث الخطيره اللي حصلت في حياته، او بمعنى اصح في ال3 ايام اللي فاتوا. وساعتها بيدرك ان مسار توحيد ليانج هوا مش سهل زي ما كان متوقع في حياته اللي فاتت، وخصوصا بالجسم الضعيف اللي انتقل ليه. وعلشان يقدر يعملها بجد لازم يلاقي كتاب تقنيه زهره الشمس، وده عباره عن كتاب لفن شيطاني مطلق بيتجاهل كل القيود على الفنون القتالية، وبيسمح لمستخدمه انه يهجم ويدافع ويهرب كمان. وعلشان يستعيد قوته السابقة لازم يتقن تقنية زهرة الشمس من الكتاب ده، ولكن المشكلة هنا علشان يتقنها لازم يخسر اهم حاجة عنده. اكيد طبعا فهمتني، لكن القرار ده صعب جدا خصوصا بعد ما استعاد الحاجة دي مرة تانية من حياته الماضية، وبما انه مفيش اي حد في العالم كله حاليا عارف عن تقنية زهرة الشمس غير هو، فهو مش مستعجل انه يجازف ويضيع اغلى ما عنده مرة تانية، وخصوصا ان هو الوحيد اللي عارف محتويات الكتاب. فبيبدأ بعدها يتأمل علشان يرجع ذكرياته ويبدأ بالتقنية، لكن للأسف كل حاجة قادر يتذكرها من الماضي إلا محتويات الكتاب. بيتذكر كل حاجة حرفيا، من فن الثلج الأبيض السماوي وحتى تقنية السيف الأقوى لطائفة وودانج، كل ده بيتذكرها وبيتذكر مبادئها وحركاتها التفصيلية وكأنها مرسومة على ورقة قدامه. ولكن فن تقنية زهرة الشمس الشيطان اللي محتاجها حاليا اتمسحت تماما من ذكرياته، وكأن في حد حفر في ذكرياته وسرقها. بيقطعه زميله يون وهو مستغرب من حركاته، وبيبلغه بأن العجوز زعيم الطائفة عايزه، وبسرعة بيكون لينج عنده، وبصفته زعيم الطائفة الحالي بيعين لينج المدرب الجديد للطائفة مكان المعلم لكن في اللحظة دي بيقاطعهم نفس الزميل لأن في ضيف مستنيهم بره. بيدخل ينج تابع المستشار الكبير الأيسر وبيقول لهم المستشار الكبير الأيسر عايز يقابل لينج. بينصدم لينج لأنه ما كانش مفكر إن الأمر يوصل للقصر الإمبراطوري. بيوقفوا العجوز لأن الموضوع انتهى بمبارزة قتالية ما بينهم، لكن تابع المستشار مش جاي هنا علشان يتخانق، جاي هنا علشان يستدعيهم لعند المستشار بعد ما سمع عن الحادثة اللي عملها ابنه وتسببوا في حادثة لطائفتهم، وعلشان كده جاي للينج علشان يعوضوا على كل حاجة حصلت له. بيتأسف له العجوز لأنه مش هينفع يلبي له طلبه بسبب الحرق اللي حصل في طائفتهم، لكن التابع بيعرفه بأنه سيده بيتعرض لضغط سياسي حرج جدا، وفوق كل ده ابنه بيعرضه لضغط أكبر بسبب أفعاله الغلط، وعلشان كده بيحاول يستغل الفرصة دي علشان يكفر عن خطايا ابنه ويعتذر منه شخصيا. ولما العجوز بيحاول يرفض مرة تانية بيقطع لينج وبيقول له أنا اللي هروح علشان أظهر لهم إننا مش مذنبين. وفعلا العجوز لما بيفكر شوية بيعرف إن كلام لينج صح، لأن علشان يرجعوا طائفتهم مرة تانية مفيش ضرر إنهم يعززوا العلاقة مع العائلة الإمبراطورية، علشان كده مفيش مانع إنهم يقبلوا العرض. وفعلا بيطلع لينج على الطريق مع مساعد المستشار، ولكن طول الطريق والمساعد بيذل فيه بسبب العربية اللي هو راكبها، وبيقول له أكيد بما إنك كروي فأكيد دي أول مرة تركب فيها عربية سريعة وفاخرة زي دي. لكن لينج أساسا متعصب منه لأنهم كانوا ممكن يروحوا القصر الإمبراطوري أسرع من كده بكتير لو ركبوا الخيل بدل من العربية اللي ب4 أحصنة
الشغلانه دي، وخصوصا راكب مع واحد زيه. يسكت المساعد: لا والله ما يحصل. بيعاند فيها اكتر وهو بيقول له اكيد واحد زيك ما يعرفش اساسا يعني ايه خيل ولا يعرف اساسا يركبهم. بينقلب السحر على الساحر وبيقول له لينج بعدها: على الاقل بعرف اركبهم احسن منك، ولو عايزني اركبك انت كمان ممكن اعملها. وفي اللحظه اللي بيتعصب فيها العربيه بتهتز كلها مره واحده علشان يكتشف بعدها ان السائق اتقتل. وفي اللحظه دي العربيه بتتخبط في حجر كبير جدا وبتنكسر، فبيطلع منها المساعد بسرعه جدا. وفي لحظه واحده كميه سهام كبيره جدا بتهجم على المساعد فجاه، ولما بيلاحظ ان السهام دي عليها ريش ازرق بيعرف انها من تخطيط معقل الغابه الخضراء، ودول قطاع طرق. بينادى على لينج علشان يطلع بسرعه ويهربوا قبل ما قطاع الطرق يوصلوا، لكن لينج بيبص له ما بيتحركش من مكانه. وفجاه بيقول له: وانا ايه اللي ياكد لي ان دول قطاع طرق؟ ما يمكن دي لعبه شريره منك علشان تقتلني او تسكتني قبل ما اوصل للقصر الامبراطوري. بيتعصب عليه اكتر لانه قاعد يصد السهام قدامه، وللاسف الوقت اتاخر لان قطاع الطرق وصلوا قدامه، والمره دي بيناديه علشان يساعده مش علشان يهربوا. وبدون ما المساعد يستنى اكتر من كده بيطلع يهجم هو، ومع اول ضربه ليه بيكسر سيف واحد منهم وبيقتله. وفي الوقت اللي هو قاعد بيقتل فيهم لينج قاعد بيتفرج عليه، وقاعد متربع على العربيه كانه قاعد قدام بحر وبيتفرج على مسلسل. لكن كل اللي بيصدمه ان لما بيهجم على المساعد 3 مره واحده بيستخدم نصل، وكمان مش من تقنيات عشيره نام جونج، لان النصل اللي بيستخدمه عباره عن نصل ياباني اسمه نصل يونج. في اللحظه دي بيظهر واحد ضخم واللي بيكون زعيم قطاع الطرق، واقف ولا بيتحرك خطوه واحده بس قدام الشخص اللي بيهجم عليه بالسيف، وعلى بعد ثانيه واحده بس من قطع راسه. ولكن في لحظه واحده بيكون حرك سيفه، وبضربه واحده بس بيكون طير المساعد للمكان اللي جاي منه. ده غير كمان ان السيف بتاعه اتكسر. وفي اللحظه الثانيه الضخم بيكون قدام المساعد وهجم عليه بضربه ثانيه لزقه في الارض، وخلاص على وشك ان باقي السيف بتاع المساعد ينكسر. بيتحرك لينج اخيرا وبيهجم عليه علشان يبعده عن المساعد. بيقف جنب المساعد ينج وبيحط ايده عليه وبيقول له: ابعد عن زميلي اللي لسه متعرف عليه بقالي دقيقتين. وبيعصبه اكتر وبيقول له: عشان انت راجل كبير هعفو عن حياتك. وده بيخلي الضخم يضحك ويتحمس اكتر، لكن للاسف الحماسه دي بتقفل لعند هنا لان لينج بيكون قدامه. بيحاول الضخم يصده لكن لينج بيكون اسرع منه بكتير، وبمجرد ضربه واحده بس بيخليه يطلع دم من بقه وبيبعده عنه لمسافه كبيره. ومن هنا حماسه المعركه بتبدا. بيساله لينج بعدها وهو متعصب عن اللي امره ينصب له كمان هنا. في اللحظه دي بينقلب الضخم فرخه بلدي، ولسبب غير معروف بيترعب منه وبيرمي عليه قنابل دخانيه علشان يهرب. لكن لينج ما بيسيبوش في حاله ولا معطيله الفرصه انه يهرب مع مجموعته. وعلى الرغم من ان عددهم كبير الا ان ده مش عائق بالنسبه للينج، لان عدم وجود زملائه وزعيم الطائفه وراه فما فيش مانع قدامه ان هو يستخدم قوته. وفي لحظه واحده بيكون خلص على 2 منهم، ومن كتر رعب الضخم بيضرب اخر واحد معاه علشان يروح يتصدى للينج، لكن للاسف ما بياخدش معاه ثانيه واحده وبيكون قطعه لنصين. من بعدها بيروح لعند اخر واحد فيهم اللي تقريبا امه داعيه عليه، وبيجري قدامه كانه في وحش حرفيا وراه. بيلف الضخم بسرعه وبيحاول يعمل اي حاجه وبيهجم عليه بالسيف الضخم اللي معاه، لكن في اللحظه اللي بيلف فيها ما بيلاقيش حد وراه. وفي اللحظه الثانيه لينج بيظهر وبيمسكه من وشه وبيلزقه في الارض، وبنظره مرعبه بيقول له: مش هكرر السؤال مره تانية، مين اللي امرك تنصب لي كمان هنا؟ وللاسف ما نعرفش ايه اللي حصل بعدها. وبنتخطى الوقت لعند ما بيوصل للمساعد، وقبل ما يتحركوا لينج بيساله لو كانت في لعب ورا مجيئه علشان ياخدوا للقصر الامبراطوري قبل ما يتحركوا من هنا. وفي اللحظه اللي بيتعصب فيها بسبب كلامه بيلاقي لينج واقف في وشه ومحوط ايده بهاله حمراء كانها سيف، وبيهدده لان المره اللي فاتت كان جاي مع جنود من عشيره نام جونج، والمره دي اتنصب ليهم فخ في الطريق، فاكيد في لعبه وراهم. بيهدى المساعد وبيتأسف له عن اللي حصل المرة اللي فاتت، وبيعرفه إن المفروض ياخده لمحكمة المراجعة القضائية الأول ويقدم هناك تقرير عنه، ولكن سيده اللي هو المستشار أمره بإنه ياخده لعنده الأول بكل احترام. وهنا لينج بيهدى هو كمان لأنه اتأكد من نواياه ومن مدى إخلاصه لسيده. بنعرف بعدها إن لينج عرف من الضغط هو مين اللي نصب ليهم كمان في الطريق، وهو المستشار الأيمن للإمبراطور، ويبدو كده إن هو غير من المستشار الأيسر اللي المفروض رايحين له حاليا. لكن الغريب إنهم بيحاولوا يقتلوا شخص ملوش أي ذنب في الحكاية، ولحسن حظهم ان لينج في جسد مش جسده الحقيقي، لانه لو كان في جسده الحقيقي كان قتلهم وقتل كمان 3 عشائر من اشخاص زيهم كده. ومن بعدها بينطلقوا مره تانية للقصر الامبراطوري، ولكن المره دي على الخيول، وفعلا ما بيمرش وقت طويل الا وهم عند القصر الامبراطوري. وبعد شويه بيوصلوا لعند الغرفه وبيدخلوا المساعد وبيقول له: اوعى تلعب في اي حاجه لان الموجودين هنا كلهم رفيعوا المستوى، وما تغلطش بلسانك في اي حاجه علشان ما تندمش. لكن لينج طبعا ما بيهموش وبيقول له: اجري يا عم انت، روح هات لي كوبايه شاي وتعالى. واول حاجه بيروح لعند المكتبه، ورغم انها في القصر الامبراطوري نفسه الا ان ولا كتاب فيهم عليه القيمه، وكلهم عباره عن قصائد وقصص تاريخيه مش اكتر. وطبعا كل همه ان هو يلاقي تقنيه زهره الشمس الشيطاني. واخيرا بيظهر المستشار وبيقطع عن اللي كان بيعمله، وبيعتذر له اول حاجه عن اللي عمله ابنه، وبيعرفه بانه قريبا جدا سيتم عقد جلسه امام الوزراء علشان يحددوا التفاصيل كامله للحادثه اللي كانت ما بينه وما بين ابنه، وطلبوا الوحيد منه انه يعرفهم بكل اخطاء ابنه بدون اي اضافه او يخفى عنهم
كانهم اي حاجه حصلت، وده بيخلي لينج مستغرب وكأن المستشار بيضحك عليه او بيعمل لعبه من وراه. لكن العجوز بيكون صريح فعلا ومحتاج بس فرصه ان هو يكفر عن ذنوبه مش اكتر، ومش مهم ان هو يثق فيه او لا، لان هو اساسا هيستقيل من منصبه بعد المحاكمه على طول. وبعد ما بيقول للينج كل حاجه بيسيبه وبيمشي على طول عشان محدش يفهمهم غلط، لان الناس لو شافتهم واقفين مع بعض كتير هيفهموا حاجه غلط. بيقف بعدها لينج هو مستغرب وبيفكر في الكلام اللي قاله، وازاي واحد زي المستشار وفي منصبه كده يتخلى عن قوته وسلطته بالسهوله دي. والغريب انه صادق في كل كلمه قالها. بيظهر واحد شكله عبيط جدا وبيساله لو كان هيعترف بجريمته في جلسه الاستماع قدام الوزراء، وبيعرض عليه 100 سبيكه من الذهب و100 سبيكه تانية من الفضه مقابل ان هو يقول نفس الكلام اللي هيقوله له. بيضحك عليه لينج وبيقول له 200 سبيكه بس؟ شكلك كده لسه مقطوع لك بتاعك قريب جدا ومش شاطر في شغلك. بيتعصب منه بيقول له انت مش عارف انت بتكلم مين، وبيجمع طاقته في ايده وبيهجم عليه. ولكن في اللحظه دي لينج بيستجمع قوته وبيفعل فن الطاقه العكسي وكأن في درع حوالين بطنه لدرجه ان صوابع التخين هي اللي بتنكسر. ومن بعدها بيضربوا لينج على نقاط طاقته علشان ما يستعملش طاقته مره تانية قدامه. ولكن العجوز بيكون مصدوم من قوه لينج على الرغم من انه في العشرينات تقريبا من عمره، ولكنه قادر يستخدم فنون متطوره جدا. لكن لينج بيضحك عليه وبيقول له العجوز اللي قدامك ده خاض معارك لا تعد ولا تحصى اكتر مما تتخيل يا تخين. بيترعب لان اول حاجه بتيجي في دماغه انه رجع بتقنيه تجديد العمر، وبحركه بس واحده من صباع لينج بينتشر الالم في كل انحاء جسم التخين. وعلشان يعفو عنه بيعرض عليه يعطيه اي فلوس هو عايزها، لكن لينج بيقول له انا ممكن اخد اي فلوس انا عايزها وفي اي وقت انا عايزه. وبيساله عن المخبأ السري اللي موجود هنا، وفعلا بيوافق التخين فورا. فبيقول له لينج بعدها معاك 3/4 ساعه من دلوقتي، وبعد كده الالم الفظيع اللي انت حسيت بيه دلوقتي هيرجع لك مره تانية، وعلشان كده سلمني كتاب فن زهرة الشمس قبل ما يرجع تاني. بيطلع التخين فرحان جدا لان لينج هيعفو عنه مقابل كتاب ملهوش اي قيمه في نظره. لكن للاسف مفيش اي حد عارف قيمه الكتاب ده الا لينج، لان الكتاب ده موجود فيه فن لينج ممكن يضحي باغلى حاجه عنده علشان يتعلمه مره تانية. وللاسف هي دي الطريقه الوحيده علشان يستعيد قوته المطلقه مره تانية، رغم انه ما قضاش معاه وقت طويل الا انه لازم يتخلى عنه. بيدخل عليه الجنود وهو في حاله مش ظريفه بالمره، لكنهم ما بيعترضوش بما انه لسه شاب فليه الحق انه يتعامل معاه براحته. بيحاول لينج يقرب من المساعد اللي دخل عليه مره واحده علشان يعرفه سوء الفهم اللي حصل، لكن العجوز بيوقفه مكانه وبيقول له اوعى تلمسني وروح غسل ايدك الاول وتعالى عشان نروح القاعه، وحتى بعد ما تغسل ايدك وانت ماشي ورايا تمشي بمسافه 3 متر تقريبا. بنروح بعدها لعند القاعه اللي بيديرها المستشار الكبير الايمن نفسه واللي اسمه وانج، المرتبه الاعلى بعد الامبراطور نفسه. بيعترف المستشار الايسر بانه اخطا قدام المنافس بتاعه اللي هو المستشار الايمن، وبما ان في منافسه كبيره جدا ما بينهم، او بمعنى اصح منافسه من طرف واحد اللي هو المستشار الايمن بسبب كرهه وغيرته من المستشار الايسر، بيتعصب منه وبيفكره بيلعب من وراه، واعترافاته دي عباره عن كذبه وانه بيحاول يستغل وضع ابنه علشان يقرب اكتر من الامبراطور. ولكن المره دي عامل احتياطاته كويس وامر التابع بتاعه علشان يرشي لينج. بيوصل الشاهد الوحيد اللي هو لينج، فبيأمره المستشار يقول كل اللي عنده، وطبعا كل تفكيره ان لينج هيقول الكلام اللي المفروض التابع بتاعه قاله له. لكن لينج بيعترف على كل حاجه بان الشاب اللي عمل معاه المشكله ابن المستشار الايسر فعلا. في اللحظة دي بيفرح المستشار الأيمن بانتصاره بدري جدا وبأن لعبة المستشار الأيسر اتفضحت قدامه، لكنه بينصدم من كلام لينج لما بيلاقي كلامه مختلف تماما عن الكلام اللي بلغه. وعلى عكس ما كان متصور، كل اللي في القاعة شايف إن الحادثة عادية جدا عبارة عن لعبة أطفال، لدرجة إن المستشار بيفضل يزعق وبيسكت لينج لأنه مش مصدق ولا كلمة من اللي بيقوله. فبيقول له لينج بعدها لو مش مصدق ممكن تسأل شهود اللي كانوا هناك. بيتدخل بعدها المستشار الأيسر وبيعترف على ابنه هو كمان وإنه لازم يتعاقب. والصدمة الأكبر لما بيتنازل عن منصبه تماما قدام الكل. وهنا بيتعصب المستشار الأيمن لأن الحادثة دي هتوصل للإمبراطور وهيعرف مدى إخلاص المستشار الأيسر ليه وهيزيد نظره في عينه. وطبعا ده كله من تفكير المستشار الأيمن، وبيحط كل اللوم على لينج، ومن النهارده هيسعى وراه علشان يندمه على كل حرف قاله النهارده. ولما بتخلص المحاكمة بيتنفس لينج أخيرا وبيفهم مدى صعوبة المعارك السياسية بين القادة وكأنهم مجرد ضباع بتتقاتل مع بعضهم. بيظهر التخين العبيط لكن معرفش يلاقي كتاب فن زهرة الشمس اللي كان بيدور عليه، فبينزل لينج فوق ضرب لأنه مفكره بيضحك عليه. فبيقول له التخين بسرعة في 3 أجزاء مخفية من الكتاب اللي انت بتدور عليه، لكن رغم ان بحثت كتير مش لاقي ولا نسخة منهم في المخزن السري. فبينصدم لينج لأنه مستحيل ان كتاب زهرة الشمس ما تكونش موجودة في مكان زي ده، وخصوصا في القصر الامبراطوري نفسه. ولما بيلاحظ ان التخين ما بيكدبش ما بيفكرش الا في القصر الأساسي وهو الحل الوحيد انه يلاقي فيه الكتاب، لكنه بيتردد لأنهم لو تخلصوا من الكتاب فهو مش
هيقدر يتعلم فن زهرة الشمس نهائيا. في اللحظة دي التخين بيقطع تفكيره علشان يذكره بانه يحرر نقاط قوته، وفعلا بيحرر لينج نقاط قوته وبيدوله ضربة بيحررها من وشه. وبعد شوية في القصر البارد بيبدأوا يدوروا على التخين، لكن التخين على الرغم من انه فاق من الضربة الا انه ما بيناديش على اي حد علشان يساعده من القبو اللي هو فيه، لانه عصى كلام الامبراطور وده معناه الموت، وعلشان كده يتحبس هنا احسن بدل ما يموت. لكن فجأة كده بيظهر عبيد تاني من فصيلة المخصيين زيه بالضبط، لكن المرة دي بيكون ضخم واسمه جو، وده المخصي الاساسي لجماعة الامبراطور. ومن بعدها بياخده لعند الامبراطور وهو مغمى عليه. بيظهر الامبراطور اخيرا بشكله الاغرب من شكل المخصيين التانيين واسمه تشويون. بيؤمر جو انه يسيبهم لوحدهم، ومن بعدها بيقرب من التخين وبيقول له فتح عينك وبلاش تظهر بانك نايم. وفي لحظه بيعترف له التخين بان الفتى استهدف نقاط قوته، وبيعترف له بكل حاجه من ساعه ما راح له، لدرجه ان الامبراطور نفسه بينصدم من الكلام وحرفيا بتتغير نظراته وتعبيرات وشه بشكل مريب جدا. في اللحظه دي بيظهر شخص مقنع من ورا التخين وبيخلص عليه. بيتحمس الامبراطور جدا من لينج، لان من 14 سنه تقريبا مفيش اي حد سال او حتى جرب ان هو يسال عن تقنيه زهره الشمس، وعلشان كده بيؤمر اتباعه انهم يجيبوا له لينج لعنده حالا. وفعلا في لحظات بيكونوا عنده وبياخدوه لعند الامبراطور. وفي اللحظه اللي بيدخل فيها القاعه الموجود فيها الامبراطور بينصدم لما بيشوفه، لان الشخص اللي قاعد قدامه حاليا هو واحد من اكبر العوائق اللي ظهرت قدامه في حياته السابقه. وحقيقه ان هو تدخل دلوقتي، فيبدو كده ان الامور هتاخد مجرى جدي ومجرى مش حلو نهائيا، وعلشان كده لو اضطر ان هو يعمل جلبة ويقاتلهم هنا هيعملها. لكن دلوقتي هيتظاهر بانه ولد صغير وما يعرفش اي حاجه. بيدخل المستشار الايسر وبيعرف الامبراطور بانه هو المذنب الوحيد في اللي حصل ده كله، ولكن رغم كل ده الامبراطور بيسامحه بسبب مساهماته العظيمه، وبيرفض طلب استقالته وبيطلع الكتاب علشان يكافئ به لينج على كل اللي حصل له. ولكن في اللحظه دي بيضحك ضحكه غير طبيعيه، لان الكتاب اللي في ايده كتاب فن زهره الشمس، والمعروف بان الشخص الوحيد اللي قدر يتقنه هو قائد الشياطين فانج دوباي. لكن لينج اللي عندي دلوقتي متردد، لان اكيد في حاجه وراه بما انه بيسلمه كتاب بالقيمه دي بالسهوله دي وبدون ما يتردد حتى. ولكن تفكيره هو انه يعرف هو بيخطط لايه من وراء اهدائه للكتاب زي ده لشخص في عمره او لشخص في مكانه زي مكانته. وعلشان ما اتحركش من مكانه او رد على الامبراطور من زمان بسرعه، المستشار بيزعق له وبيقول له اظهر احترامك اللائق لسيادته. في اللحظه دي لينج بيفكر بان السياده هي كلمه عمرها ما قالها لحد، بالعكس الكل كان بيقولها له، ولكن للاسف هيغض النظر المره دي كمان. وفعلا بيقبل الكتاب، ولكن يوما ما هيقطع شريان حياه اي شخص بيعارضه او بيحاول ان هو يعارضه. ومن بعدها بياخدوا المستشار للقصر بتاعه، وتقريبا اكل نص الاكل اللي في القصر كله لوحده، ومع ذلك بيقول لهم الاكل بتاعكم ده ناقص اكلات كتيره جدا، ودلوقتي جه الوقت انهم يتكلموا مع بعض في الموضوع اللي جايين علشانه. لكن في لحظه واحده فجاه كده بيخبط لينج على الترابيزه وبيقلبها قدامه علشان نكتشف بعدها ان في هجوم جاي ناحيتهم. ومن بعدها بينط من الشباك بسرعه علشان حس بحركات جايه من الجنوب الشرقي، وعلى الرغم من انه عارف انهم بيحاولوا يجذبوا انتباهه علشان لينج يلحق بيهم، الا انه بيروح وراهم فعلا. ولكن قبل ما يمشي بيؤمر يونج انه ما يسيبش المستشار لوحده، وفي الطريق بيظهر اللصوص وبيحوطوه من كل الاتجاهات. بيقف بعدها وبيقول لهم ازاي تتجرأوا انكم تعادوني، ولكن هسألكم سؤال واحد مش اكتر، مين اللي امركم تتحركوا وتنصبوا لينا كمين؟ لكن للاسف محدش بيتكلم وبيهجموا عليه، ومع اول اتنين بيهجموا عليه بيتفاداهم لينج بسهوله وبضربه واحده بيرجعهم لمكانهم. ومن بعدها بيكمل على الاتنين الباقيين، وبسبب اداه بياخدها من واحد منهم بيعرف ان اللصوص دول من كوريو، وبيتاكد اكتر ان كلامه صحيح لما بيتحركوا كلهم مره واحده. ولكن لينج بيتحرك هو كمان وبيقول لهم للاسف دي هتكون اخر معارككم. في نفس الوقت ده المساعد بيكون في وضع حرج جدا قدام اللصوص، وغير كده كمان مش متبقي غير حارسين شخصيين قدام المستشار، وعلشان كده مش قدامه فرصه غير انه يخاطر بحياته علشان يهرب المستشار من المكان. ولكن مع كل حركه بيتحركها بيتصاب اكتر واكتر، وخلاص دقت لحظه نهايته، واتنين من اللصوص على بعد خطوه واحده من قتله. بيتدخل لينج وبيدوس على راسهم الاتنين وبيلزق راسهم في الارض حرفيا، ومن بعدها بيأمرهم ياخدوا المستشار ويهرب من هنا بسرعه، وهو هيعتني بهم شخصيا. بيفهم زعيمهم انان بعدها بما ان لينج هنا فاكيد خلص على باقي الرجاله، فبيأمر جنوده يهجموا عليه بسرعه علشان يتخلصوا منه ويروحوا لعند المستشار. ولكن دي كانت اكبر غلطاتهم، لان في اللحظه اللي بيتحركوا فيها لينج بيكون مخلص على 3 منهم. بيحاولوا يهجموا عليه تاني بالسكاكين، لكن لينج بيصدهم باعصار وبيرد لهم الهجوم مره تانيه. بيقف 3 منهم ورا بعض وبيعززوا من طاقه واحد منهم وبيهجموا عليه بتقنيه ناريه قويه جدا.
لكن لينج وكانه بيلعب معاهم وبيقول لهم اسمحوا لي بقى اعبر لكم عن امتناني الشديد انكم هنا واوريكم تقنيه عمركم ما شفتوها قبل كده. وبيحول النار بتاعتهم لاعصار كبير جدا، وفي لحظه بيطلع منه وبيظهر قدامهم وبيضربهم بكميه ضربات كبيره جدا ورا بعضهم، وبيخرم جسم كل اللي واقف قدامه. وبعد ما بيخلص بيقول للقائد الوحيد اللي باقي منهم بكده خلصت على منظمه مون كامله. بينصدم من معرفته لمنظمتهم وكمان من فنونه الغريبه اللي بيستخدمها، وبيؤمر الباقي يقتله لانه مش لازم يسمح له يعيش. ولاول مره بيقدر واحد منهم يضرب لينج، فبيضطر هنا يستخدم التقنيه اللي اخترعها من جوهر قبضه هواه. وفي الوقت اللي بيتجمعوا حوالينه بيجمع طاقته وبيضربهم كلهم مره واحده. وهنا بيدرك القائد بعدها ان مفيش مفر من الهرب، وبياخد بعضه وبيهرب بسرعه. وفي الطريق بيفكر في المنظمه اللي اسمها مون، وحاليا هي منقسمه لثلاث اقسام بيتنافسوا مع بعضهم، مون يون ومو سانج واخيرا مو جو. ولو سقط هنا دلوقتي فبالتاكيد دي هتكون نهايه مو يون، لكن للاسف الوحش لينج بيكون وراه وبيوقفه وبكل ثقه بيقول له طلع كل اللي عندك لانك كده كده هتموت هنا. بيتعصب المقنع وبيهجم عليه بتقنيته النهائيه. بيقابله لينج بعدها بهجمته هو كمان، وبضربه واحده بس بيقسمه لنصين هو والسيف بتاعه. وعلى الصبح بيروح لينج لعند المستشار الايسر براس زعيم العصابه وبيعرفه بانه من شعب كوريو، وعلى هذا الحال يستغله ويبدا التحقيق في العقل المدبر ورا زعيم المختلين. وقبل ما يمشي بيوقفه المستشار علشان يجيب له هدوم جديده على الاقل. وخلال الوقت ده بيطلع له لينج الكتاب اللي اخده من الامبراطور، ولكنه بيكون متبهدل بسبب المعركه اللي خاضها مع اللصوص. بيتضح هنا ان المستشار العجوز عارف كل حاجه عن التقنيه الموجوده في الكتاب، وعارف كمان انها خاصه بشيطان الشرق الاسطوري المنيع دونج فانج دوباي، وعارف كمان انه استخدم التقنيه دي قبل ما يموت على تيان. وده بيخلي لينج في حاله هيجان قدامه، وبيمسك المستشار من رقبته وبيرفعه وبيساله عن اللي حصل في اليوم ده، لان قبل 14 سنه كان اتنين بس اللي موجودين، هو وتيان، لما دونج فانج دوباي استخدم على تيان تقنيته النهائيه. وعلشان كده بيربط فشله في نقل شخصيته لتيان بالمستشار، وممكن اساسا يكون عارف ان هو دونج فانج دوباي اساسا. ولو كان الكلام ده صحيح فلازم يقتل كل الموجودين هنا في المكان ده. فبيسال بعدها المستشار للمره الاخيره عن ايه السبب الحقيقي عشان يجيبه لهنا، فبيسيبه لينج بعدها. فبيعرفه المستشار بانه عرف هويته الحقيقيه من ساعه ما عرف انه من طائفه جبل هواه، ولكن اضطر ان هو يخفي هويته الحقيقيه قدام الامبراطور علشان يحميه مش اكتر. وده لان الامبراطور فضل يدور على سلالة تيان العظيم علشان يقضي عليها، لانه حس بانه هيكون تهديد كبير جدا ليه في المستقبل. وعلشان كده امر باعدام والدته اللي كانت على وشك انها تولده. ولكن حاليا بما ان المعلومات اللي بتوصل للامبراطور بتكون عن طريق الناس اللي حواليه، فعلشان كده الامبراطور اللي عند دلوقتي لسه ما يعرفش ان لينج ابن تيان العظيم، وما يعرفش اساسا بالكذبه اللي كذبها عليه المستشار بان هو اللي قتل والدته لينج. لكن في الحقيقه هو ما عملش اي حاجه من دي، وكان بيطمن على حالتهم من وقت للتاني. في اللحظه دي بيقف لينج وبيعتذر منه لانه فهمه غلط، ومن بعدها بيقف قدام المكتبه بتاعته وبيفتح ممر سري ليقوي السر تحت المكتبه. والمكتبه دي بتجمع كتب سريه جدا ومحدش يعرف عنها اي حاجه غير المستشار نفسه. ومن وسط التقنيات دي كلها بيطلع له نسخه من كتاب زهره الشمس اللي اتحرقت في المعركه الاخيره. بيظهر المساعد فجاه وبيقطع كلامهم، فبيزعق له المستشار وبيقول له مين سمح لك انك تدخل هنا. فبيعرفه بان ابنه في الخارج وعايز يقابله، ولما بيطلع بيأمره يرجع لعشيره نام جونج حالا لان القصه اتحلت بمساعده لينج. في اللحظه دي بيفكر لينج مع نفسه في شويه العيال اللي جايبهم من عشيره نام جونج، ولو كان تقنيه النقل تمت بخير واتنقل لجسم تيان دلوقتي كانت عشيره نام جونج هي اول عشيره يتخلص منها. بيظهر رئيس عشيره نام جونج شيانج وبيقطع كلامهم وبيدخل يدافع عن صهره او زوج بنته المستقبلي. فبيطلب منه المستشار هو كمان يلف ويمشي من هنا حالا، لانه جاي لهنا وهو ما يعرفش اي حاجه عن الحكايه اصلا، وجاي بس علشان يدافع على زوج بنته المستقبلي اللي هو ابنه اساسا. بيلاحظ لينج انه على وشك انه يتعصب، فبيهدي الوضع وبينحني قدامه. ودي بتكون حاجه غريبه جدا لدرجه ان مساعد المستشار وابن الحكومه المدلل نفسه بينصدموا حرفيا. فبيضحك الرئيس وبيعجب بلينج جدا. وفي الطريق للعشيره بيسالوا المساعد هو ليه انحنى لزعيم عشيره نام جونج، فبيقول له لينج بعدها انا حيته مش اكتر. فبيزعق له المساعد لانه مش واخد فكره عنه بانه ممكن ينحني لاي حد، لكن بيقول له اخرس وتجهز علشان تستقبل الضيوف اللي جايين علشانك. والمره دي اللي بيهجموا من عشيره نام جونج بيظهر واحد منهم فجاه قدام العربيه وبيهجم عليهم، فبينط لينج من فوقها وبيزق العربيه من على الجبل. ولما المساعد بيفوق بيلاقي واحد قدامه على وشك انه يقطع راسه، وعلى اخر لحظه بيطلع سيفه وبيصد ضربته. وبيلاحظ فعلا انهم من طائفه نام جونج بسبب تقنيات سيفهم، وزي المره اللي فاتت بالضبط بيستسلم للواقع وبيضطر انه يحارب لاخر نفس. في اللحظه دي بيظهر واحد من المقنعين بيترمى على شخص تاني، ومن بعدها بيظهر لينج وبيدوس في بطنهم هما الاثنين. بيقف قدامهم وبيقول لهم انتوا من عشيره نام جونج، وعلشان كده ما تتصرفوش انكم خبراء، لانكم مهما حاولتم
انكم تخفوا حقيقتكم، فالاساليب اللي انتوا بتستخدموها هتفضحكم، لكن ولا واحد فيهم بيجاوب عليه. فبيحاول لينج يعصبهم اكتر واكتر، وفعلا اخيرا بيقعوا في المكيده بتاعت لينج وبيستخدموا تقنياتهم الحقيقيه للعشيره. وساعتها لينج بيحارب النار بالنار وبيرد عليهم بنفس هجماتهم، وبيرد هجوم الشخص اللي جاي ناحيته وبيطيره بعيد. اما الشخص الاخير فبيعرف انه مش هيعمل اي حاجه ضده، فبيكشف عن وشه وبيعتذر له عن اللي حصل، وبيعرفه بان زعيم العشيره هو اللي طلب منهم يعملوا ده كله، ويعلموا لينج شويه ادب قبل ما يكبر ويعمل لهم مشاكل لان نظراته فيها شر. وبيبص بعدها للينج بنظره غريبه وكانه بيفعل عليه تقنيه وهم، وفعلا لينج بيعمل نفسه واقع فيها وبيضحك عليه لعند ما العبيط بيصدق فعلا وبيطلع سيفه بسرعه علشان يخلص عليه. في اللحظه دي لينج بيقابله بضربه في وشه وبيبلعه اسنانه، وبيعرفه معنى تقنيه الوهم الحقيقيه بنفس التقنيه اللي كان بيحاول يستخدمها قدامه، وللاسف العبيط بيقع فيها. فبيعطله لينج ضربه تانيه بيتففوا الاسنان اللي بلعها من الضربه الاولى. وبعد مده اخيرا بيوصلوا للطائفه، ولما بيسالوا الزعيم عن اللي حصل ليه بسبب هدومه بيقول له مفيش حاجه كبيره حصلت. فبيقول له انت عايز مني اصدق كلامك العبيط ده وهدومك بتقول عكس كلامك ده؟ فبيعرفوا لينج عن حاجات بسيطه بس من اللي حصلت له لعند دلوقتي. فبيطلب منه الزعيم بعدها يروح يستريح دلوقتي، ولما بيمشي بيبص له بنظره شر وهو بيفكر في الكلام اللي العجوز قاله له، ويا ترى قال له حاجه عنه بعد ما كان وعده انه يحفظ السر اللي ما بينهم لعند ما يموت. علشان نكتشف بعدها ان بعد ما انتهت الحرب العظيمه بالقضاء على دونج فانج دوباي وتم تتويج البطل تيان، وقتها الكل كان مفكر ان تيان ودونج فانج دوباي هم اللي كانوا موجودين في الساحه، لكن في الحقيقه ان هو والمستشار الايسر كانوا موجودين كمان هناك. وساعتها تم ارتكاب خيانه كبيره جدا ما كانش المفروض تحصل ابدا، وعلشان كده المستشار الايسر تعهد بانه يكتم السر ده مدى الحياه. ولكن بتفكير زعيم العشيره الحالي يبدو كده ان هو شاكك بان المستشار يكون قال حاجه للينج، لكنه بيرجع في كلامه وبيستنى الوقت هو اللي يكشف عن كل حاجه، لانه مش هيسمح لاي حد انه يعترض طريقه بالبقاء على قيد الحياه. في نفس الوقت ده لينج بعد ما بيودع المساعد جه الوقت ان هو يتحقق من كتاب زهره الشمس، لكن لما بيفتحه بيصرخ لدرجه انه بيسمع الغابه كلها وبيشتم المستشار الايسر لانه نشر السم بجميع ارجاء العالم. هتقول لي ايه السم ده؟ هقول لك والله ما اعرف، او ده اللي هنعرفه في الاجزاء الجايه، ده لو المؤلف فضل حي اساسا لانه تعبان حاليا والقصه متوقفه. انا حاسس ان انت هتشتموني في التعليقات بس مش مشكله، انا هستحمل. وبس كده، اشوفكم في القصص التانيه جديده او قديمه، مش عارف والله الجزء الجاي هيكون ايه، بس احتمال كبير هيكون نوح. وبس كده، بيس اوت.